يلا بسم الله. كده انا بدأت تمام. بسم الله. محمود ازيك؟ والله الحمد لله تمام في نعمة. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله فل والله الحمد لله. طبعا فرصة عظيمة بالنسبة لي ان انا يعني انا ضيفك. ما مش انت تبالغش اللي بقى، ضيفي. ما ف... تبالغش يا عم، الله يبارك لك. الله يعزك على والله راسي والله. العظيم بجد يعني انا مبسوط، انا مبسوط جدا، و يعني ان شاء الله كده تبقى حلقة مفيدة جدا، ان شاء الله. ونحاول نضيف للناس اي حاجة بإذن الله. وجودي معاك والله دي آه، اضافة ليا يا ريس والله. حبيب قلبي ربنا يخليك ليا. طيب عايزين يعني ممكن تدينا كده بريف سريع عن محمود عمر؟ والله انت غني عن التعريف يا باشا، انت غني عن التعريف، بس يعني ابدا والله. بس عارف انت محمود الانسان ومحمود بحس ان السؤال ده قلاش قوي، اللي هو انت طب انا اعرف. معلش يعني في برضه في ناس بيبقى عايز تعرف انا بسمع مين يعني، فاللي هو يعني معلش يعني خليها عليك المره مش دي. والله مش يا عم، ماشي يا عم، بس مش قصدي والله هذا حبيب المنطلق. قلبي طيب حبيبي. انا اسمي يا محمود محمد. عمر، انا مواليد 88، يمكن انا اكون عظمه كبيره شويه. اشتغلت في مجال الديجيتال والجروث والكلام ده من تقريبا من 2011 2012. خدت الحته من بدايتها قوي، اللي هو فكره سوشيال ميديا سبيشالست، ايام ما كانش اصلا في حاجه اسمها سوشيال ميديا. ف حلو. وما كانش فيه اعلانات والكلام ده، فكنا اللي هو ايه، تعالى نظبط. يعني السوشيال ميديا كانت بالنسبه لنا ان احنا، يعني أنا كنت شغال في شركه تريننج بتاعت سبلاي تشين تريننج. كانوا بيجيبوا لنا الكورسات، اسم الكورس بس احنا بنعمل بقى الديزاينز وبنعمل اللي هو البروموشنال بروشور والكلام ده. ده بالنسبه لنا كان تسويق، ولما نحطه على النت يبقى تسويق الكتروني، فاهم؟ فشقيت الحقيقه في موضوع الديجيتال في بدايته، لغايه لما بقى النهارده بقى فيه تولز واي اي ودنيا. اشتغلت مع اكتر من ما في مكان. دلع. بالظبط، اشتغلت مع اكتر من مكان في اكتر من حته، في حته الاي كوميرس. سافرت اكتر من بلد. كنت شغال في اكتر من شركه مالتي ناشونال، وكده مؤخرا بدات اركز اكتر في حته الجروث. واشتغلت مع شركات زي هواوي، انتل، اوراكل، ديل. كنت بعمل لهم ما شاء الله ما الريجنال شاء الله. الريجنال كامبينز بتاعتهم، بتاعت الليد جنريشن والحاجات بتاعت الاكوزيشن كامبينز بتاعتهم. بس يا سيدي ده مينلي. وعندي اخيرا حاجه، ابن صغير كده اسمه ريد تو ليد. دي دار نشر مسجله في مصر وفي الامارات لملخصات الكتب وكتب البيزنس بشكل عام. جميل جدا جدا. رحله قويه. اختصرتها بسرعه، عملت لنا بريف سريع جميل قوي. حبيبي يا ريس. طيب. انا دايما بحب في اي لقاء بعمله مع اي حد بحاول دايما اجيبها من بدري شويه يعني. بحاول افترض ان اللي بيتفرج عليا من المبتدئين، الناس اللي ما تعرفش يعني ايه اي حاجه عن التوبيك اللي احنا بنتكلم فيه. فخليني اقول لك يعني ايه جروث، يعني اصلا ايه فكره الجروث وجت منين، ويعني ايه دي يعني هل هي زي ما في ناس بيتخيلوا، وانا كنت منهم في فتره من فترات حياتي، ان الجروث هو البرفورمانس ميديا باينج مثلا، او الميديا باينج، او يعني كلمه غريبه، كلمه تحسها استك قوي، مطاطه قوي، مش عارف تحطها في اي حاجه تلاقيها صح. جايه معاك، فاللي هو ايه، انت لو مش عارف تجيب يعني لو مش عارف تجيب لها تعريف اكتر من كده، فانت موافق على اللي عندك وتمام. صح. فادينا التعريف الحقيقي بتاع الجروث. طيب هو قبل التعريف الحقيقي انا بس عندي حته كده تابوهيه لازم تتقال لما يتقال كلمه جروث. كلمه جروث نفسها ظهرت امتى؟ سنه 2010. مين صاحبها او مين صاحب كلمه جروث هاكينج؟ واحد اسمه شون اليس. شون اليس ده راجل شغال شغال في اكتر من مكان في حته، وتحديدا الستارت ابس والكلام ده. فقرر ان، او شاف يعني ان الشركات الصغيره او الشركات الناشئه بتحتاج دايما زي ايه، عايزه تاكسلريت بسرعه. فكره ان انا عندي ديبارتمنتس كتيره، عندي ديبارتمنت اسمها سيلز واوبريشن وماركتنج، وكل الديبارتمنتس دي بتخاطب بعضيها وكل واحده ليها مانجر والكلام ده. لقى ان الكوربريتس بقى في بطء شويه في ان هي تاخد قرارات سريعه علشان تسكيل او تنفذ اكتيفيتي معينه، انا اكواير بيها او انا اكتيفيت بيها حاجه معينه. فالراجل قال لك بص، احنا هنعمل حاجه اسمها جروث هاكينج. جروث هاكينج ده عباره عن سكواد، ناخد من كل رجل من قبيله، نعمل بيها تيم صغير كده ينفذ الاكتيفيتيز اللي ممكن الشركه ما تبقاش عندها القابليه ولا القدره ان هي تعملها. فاحنا هنعمل جروث هاكينج ان احنا نعمل ناتشيف البيزنس اوبجيكتيف في اقل وقت ممكن، باعلى كواليتي، باقل ريسورسز، في وقت قصير. ده تعريف الجروس من منطلق شون اليس، وهو صاحب كتاب اسمه هاكينج جروس. كتاب لونه احمر كده لطيف جدا، الناس بتعتبره مدرسه، او ده الجايد بوك بتاع الجروث هاكينج. الجروث هاكينج بدايه، يعني انت شايف المصطلح عامل ازاي؟ كان طبعا احنا كبلاد عربيه
دايما عندنا كل حاجه بتتاخر بخمس ست سنين. فانا وصل بيا مرحله، حصل. انا فاكر ساعتها كانت 2014 وانا شغال في الشركه بتاعه السبلاي تشين تريننج دي. انا كنت بعمل كان ساعتها بالمناسبه انا كنت بعمل ديزاينز، كنت بعمل السي ار ام بتاعهم، كان حاجه اسمها في تايجر، كنت بعمل الديفلوبمنت كود بي اتش بي والكلام ده. كمان كنت انت بانتجريت. اصلا انت اصلا كمبيوتر ساينس. يعني بص، خلي برضو نقطة، أنا مش عايز أقولب الحتة دي، لأن أنا فعلا يعني كل السكيلز اللي أنا خدتها ما جاتش أي سكة في حياتي إن هي درستها. أنا اتحطيت في المواقف دي، نقطة مهمة جدا. أنا السكيل ستاك بتاعتي اتحطت في مواقف، اللي هو إيه، أنا الشركة عندي طالبة مني حاجة الفلانية، أنا عمري ما درستها وعمري ما خدتها ولا عمري عملت فيها. طب هنعمل إيه؟ انزل يا باشا، في مصطلح كده حلو اسمه وسخ إيدك. فأنا كنت بعمل إيه؟ والله محتاجين ديزاينز، هتعلم فوتوشوب ومش عارف إيه، ونزلت عملتها. محتاجين في تايجر ان احنا نديفلوب، انا نزلت بايدي اتعلمت بي اتش بي. والله كانت فيديوهات على اليوتيوب كانت مع يعني رديئه جدا بهنود ما بفهمش منهم ولا كلمه، بس اتعلمت في تايجر ان انا ازاي كاستمايز سي ار ام وازاي اعمل سي ار ام للشركه. الشركه عندنا عملت عايزه لاندنج بيج، اتعلمت وورد بريس، وكان ساعتها جمله كان مشهور جدا، اشتغلت بجمله وورد بريس وحاجه اسمها دروبل. ولما لارافيل نزل كان في حاجه اسمها اكتوبر سي ام اس كنت بشتغل بيها. بالمناسبه انا مش كودر، بس هي الفكره انا اتحطيت في الموقف فبقيت اعمل كده. الشركه بعد كده كانت عايزين نعمل ليد جنريشن، فروح يا محمود تعالى شوف لنا الدنيا. فانا الجروث ساعتها شفت المصطلح وشفت الناس بتتكلم على جروث هاكينج وعن شون اليس، فقلت بس انا هقول على نفسي جروث هاكر. اول ما كتبت الجروث هاكر دي في 2000 واخر 2014 او 2015، الناس كانت بتخاف مني، كانت بتفتكرني الراجل اللي بيهاكل الاجهزه، والله العظيم. هاكر. حتى انا لغايه دلوقتي لسه موجوده عندي على لينكد ان. انا اول الشغلانه اللي كتبت فيها جروس هاكينج ساعتها غيرتها جروس هاكر، حاجه اسمها جروس سبورتر، علشان اشيل هاكينج، مع انها هي هاكينج اصلا، بس انا كنت خايف اتقولب في حته المحمود الهاكر اللي بيهاكل اجهزه والكلام ده، فشلتها من البروفايل بتاعي. فهي من هنا جت فكره ان الجروث هاكينج هي ان انت ازاي تاتشيف البيزنس اوبجيكتيف وقت قصير بكواليتي عاليه، فباقل وقت باقل تكلفه. حلو جدا. طيب، بدايتك ما شاء الله بدري قوي ومع شركات كبيره وفي مجالات مختلفه، وانت قلت حاجه يعني انا مقتنع بيها جدا، بس انا حبيت اسالك السؤال ده عشان اريفير لحاجه معينه، انه انت عندك النو هاو بتاعت ازاي اتعلم. يعني دي مفقوده عند معظم الناس دلوقتي. كله بيفتكر ان هو يا اما هاجي لمحمود فمحمود يديني الموضوع كله ويقلبه لي في كوبايه ميه واشربه وكده فببقى تمام. بيتخيل ان هو خلاص يعني محتاج ياخد الموضوع كامل من شخص واحد في وقت واحد في كورس واحد في ورشه واحده واقفله واخلصه وامشي. فاحنا محتاجين اصلا نتكلم عن موضوع ازاي اتعلم، وده شويه ممكن يبقى مرتبط شويه بحته ريد تو ليد. والحته اللي انا كنت واقع فيها اصلا كنت اخدت استشارتك فيها وانت ضفت لي كتير فيها، يعني الحته بتاعت اقرا ايه عشان يضيف لي في الحته اللي انا بقدمها في الحته دي يعني دي صعبه شويه. وبحس ان احنا المفروض عندنا، ومفروض عندنا كمان الثقه في الكاتب وفي الكتاب. شويه في ديبيت في الحته دي قوي، وانا عشته في فتره حتى في الدين، في العلم، في كل حاجه. كله بيبقى عايز الايه، اديني الكاتب اللي هو 100 100 صح، والكتاب اللي كتبه ال 100 100 صح، عشان انا مش عايز اضيع وقتي عشان ما عنديش وقت، انت فاهمني. فاهم قصدي؟ فعايزين نتكلم عن هاو تو ليرن، ازاي تتعلم اصلا. طيب دي نقطة مهمة جدا، أنا بس محتاج أوضح نقطة لو حد بيسمعني، أو أنا مش تنين يعني، أنا من الناس اللي ما بحبش خالص إن أنا أسمع أو أشوف فيديو أو أسمع بودكاست. أنا ضد أنا بمل بسرعة، وبمل بسرعة تمام. دي اللي هو أنا عمري ما كملت كورس يعني، دي نقطة عندي، طب مشكلة الناس عندي. كده هتقفل، الناس ما كده مش هقول هتكمل لك الفيديو ده. ما هقول لك أنا بتعلم إزاي، هقول لك أنا بتعلم إزاي. أنا طيب يلا من بينا. الناس اللي بتتحط في الموقف، فلما بتحط في موقف انا عندي ميزه ان انا في حاجه كده في الجروث لما نتكلم ان شاء الله كمان شويه عنها، اللي هي سيتنج النورث ستار متريك. يعني سيتنج نورث ستار متريك دي اعتقد دي اقوى حاجه موجوده جوه الجروث. لما تتكلم عن كلمه جروث لازم يبقى عندك حاجه اسمها البوصله بتاعه الجروث بتاعك. لما تيجي تتكلم عن الجروث لازم يكون عندي بوصله انا باصص عليها، النورث ستار متريك اللي هو نجمه القطب الشمالي اللي الناس بتهتدي بيها في الصحراء، ده باختصار. اللي هو من غير النجم جميل. ده الناس مش هتعرف تمشي حرفيا. هي في البيزنس، وهي في التعليم، وهي في اي حاجه. النهارده ما ينفعش ابقى بعمل اي اكتيفيتي في يومي، ودي بالمناسبه زي ما قلت لك هي دي الميزه اللي انا الحمد لله، ودي نعمه من عند ربنا وده رزق. فكره ان انا لما بعمل حاجه ببقى شايف دايما بوصله قدامي، النجمه القطبي قدامي، فما بتوهش. يعني مثلا لو عايز اتعلم حاجه انا بتعلمها علشان كسكيل عشان تفيدني في حاجه انا عايز اعملها، فبروح اتعلم الحاجه دي بالظبط واروح اتكل على الله. فدي حاجه بتضيف لي.
وما بتخلينيش اتوه وما بتخلينيش ان انا اضيع وقتي فيها. طيب، في نقطه مهمه جدا، فريم ورك. انا مش هقول لك اخترعته، بس انا اكتشفت ان في فريم ورك معين للتعليم. اي حاجه في الدنيا عشان تتعلمها ليها ثلاث حاجات او ليها ثلاث اقسام مهمه جدا. اول قسم بيتقال عليه البلو برنت، اللي هو العلم ده بيقول ايه، اللي هو النوليدج بيز. تعالى نتكلم مثلا على اعلانات الفيسبوك او اعلانات ميتا بشكل عام. النهارده لما تيجي تتعلم اعلانات ميتا، عندك ثلاث حاجات، ثلاث اقسام معينه او ثلاث حاجات معينه لازم تعدي عليهم. اول حاجه البلو برنت بتاع الفيسبوك. البلو برنت ده بيقول ايه؟ بيقول والله ان الكامبينز استراكشر مكونه ازاي، من كامبين واد جروب واد سيت واد سيت واد، وان كل قسم منهم ده هنا بتسيت البادجت، هنا بتسيت الاودينس، هنا بتسيت شكل الاعلان والكرييتيف. فهي بيقسم لك اللوجيك بتاع الانترفيس بتاعك، وبيعلمك اللوجيك من البيدز، بيعلمك اللوجيك. فالبلو برنت هو بيعلمك الانترفيس بشكل اللوجيك والمنطق، هي دي معموله ليه هنا، وليه الزرار ده موجود، وليه الزرار ده اتشال، وليه الزرار ده بيتحط. كويس، فده بلو برنت. تمام. هل انت لو ذاكرت بلو برنت تعرف تعمل اعلان؟ اه، بس هيبقى ناقصك لا. حاجات كتير. طيب، ايه الحاجات، ايه النقطتين التانيين او بلوكين التانيين؟ تاني بلوك بعد بلو برنت ان انت تتعلم العلم نفسه، الا وهو الاستراتيجيز. دلوقتي انا شفت البلو برنت بيشتغل ازاي، شفت الانترفيس بيشتغل ازاي، هي واللوجيك. بس عشان ابقى كلامنا واضح، بلو برنت دي قصدك الاستراكشر بتاعت الحاجه نفسها يعني؟ الكتاب بيقول ايه؟ حلو. تمام. بعد ما شفت تمام. الكتاب بيقول ايه، عايز تشوف حد استخدم الكتاب ده قبلك، فبتشوف تروح تعمل ايه، تشوف كورسات، تروح شوف هاكات على اليوتيوب، حد عمل بوست على الفيسبوك، الناس المبهره اللي بيقول لك انا عملت مثلا بتاع 10 مليار في البلاك فرايداي. طب عملتها ازاي؟ والله انا قسمت الباكت في اودينس 1 2 3 وعملت كذا وعملت الكامبين وما تعملش الكامبين بتاع السيل، اعمل الكامبين بتاع الكونفرجن، والناس اللي بتقول التاكتكس دي. فانت تاني بلوكايه محتاجها، انت تشوف حد بعينك عمل حاجه واستخدم البلو برنت ده بشكل صايع، بشكل عنده خبره، فانت تاخد الخبره من حد معين. هل انت كده جاهز تبقى انت معاك الخبره؟ لا، ناقص لك البلوك الثالث، الا وهو ايه؟ ان انت توسخ ايدك، ان انت تجرب بنفسك، لان الكيس بتاع الراجل وهو بيحكيها مختلفه عن الكيس بتاعتك. فانت محتاج تشوف البلو برنت اللوجيك، وتشوف واحد يستخدمه بشكل او باخر، وتحط الاثنين على بعض وتطلع حاجه مناسبه ليك انت تعملها بنفسك، عشان تقول والله انا اتعلمت العلم ده. فانا كمحمود لما باجي اعمل حاجه بعمل ايه؟ اول حاجه بشوفها بلو برنت من غير تحوير. وبعد البلو برنت بشوف ايه؟ بشوف حد نفذها ازاي، وبعد كده اسقط ده على اللي انا عايزه، وبعد كده انفذ زي ما انا عايز. بكتشف ان انا باخد الخلاصه بتاع العلم ده زي ما انا عايز، وبجري بيه اسرع من اي حد تاني يروح يشتري الكورسات ويخزنها ويجري ورا ده ويعمل. لا، فكك، انا عندي نورث ستار عايز اجري وراه، فانا عارف انا بجري ورا ايه. يبقى انا بروح اجيب العلم بلو برنت، اشوف الكتاب بيقول ايه، اشوف حد استخدم الكتاب ده قبل كده بشكل او باخر استخدمه ازاي، بعد كده اوسخ ايدي. فده الخلاصه بتاعت هاو تو ليرن. حلو. طيب ثقتي في المصدر بقى، يعني البلو برنت ده انا اجيبه منين؟ انا مثلا خلينا ما نقولش فيسبوك عشان فيسبوك يعني ليه سورس واضح. فالنقطة المهمة هنا انه ساعات المصدر بيبقى مش موثوق منه قوي بالنسبة للناس، فبيبقى في حيرة في ان انا اخد الريفرنس الاولاني ده منين. في علوم كتيرة بيبقى الموضوع فيه تشتت. إيه المعيار اللي انا ممكن اخده؟ او قاعدة مثلا او ستراكشر معينة زي ما انت قلت كده، اخدها عشان اقدر بيها ان انا احدد ان الريفرنس اللي انا هبدأ فيه ده هو ده المكان المناسب، وهو ده، وضيع وقتك فيه يا باشا تمام وخلاص يعني. بص، هو برضو السؤال ده هقول لك حاجه مهمه جدا. الديجيتال اندستري بتاعتنا ملهاش ريفرنس، او ما هي دي ملهاش مشكلة. ملهاش انا بسأل ستاندرد. السؤال عشان كده. ملهاش ستاندرد، ودي من اصعب الحاجات. يعني النهارده لما اجي اشوف كورس، يعني مثلا وانا بتعلم الجروث من اول 2014، لما اشوف بقى الكتب والفيديوهات والكلام ده، وبعد كده 15 16 لغايه 2020، انا ما فيش واحد قال تعريف الجروث هاكينج زي التاني. فاللي هو طب بس دي نظام يا ولاد عمي، هو الموضوع بيتكلم عن ايه؟ طب ايه بقى؟ بس تعالى نقول حاجة تانية. هو حلو. ليه الواحد بيدور على الستاندر؟ بس يعني لو انت بتدور على الستاندر، فانت كده كأنك راجل اكاديمي عايز تاخد ام بي اي ولا تروح تعمل ماجستير علشان تعمل الدراسة البحثية بتاعتك. الموضوع مش كده خالص. الموضوع هو انا بتعلم العلم ده علشان يساعدني في شغلي، فشغلي هو البوصلة مش العلم هو البوصلة. بص، هو ده مش معناه ان انت ما تتعلمش، بس لو بصيت عليا اسقاطا عليا، انا الحمد لله كل يوم بتعلم حاجه جديده. وده ما بيمنعنيش ان انا اروح اشوف كورسات واتعلم واشتري واعمل وبتاع، بس علشان اروح اشوف الحاجه اللي انا عايز اتعلمها. يعني على سبيل المثال هديك مثال، ومثال عملي بالمناسبه. انا كان في لما ظهرت الحته بتاعه الاي اي والكلام ده، كانت قبليها حاجه كده، كان في حاجه اسمها بنداس.
داتا اناليسيز فريم ورك اسمه بانداس، مبني على حاجه اسمها بايثون. ان انت تحط له الداتا، اي سيلز فوركاست او سيلز داتا بتاعتك، يطلع لك فوركاست وبريدكت الداتا بتاعتك بناء على الارقام اللي انت حطيتها. فهو داتا اناليسيز فريم ورك معين اسمه بانداس مش بانداس. فبانداس ده بيعمل ايه يا باشا؟ انت بتنزله بايثون وتشتغل عليه، بس هو علشان تسطبه اصلا عندك هو تكنيكال، لازم محتاج تكنيكال باك جراوند. فانا كان عندي مشكله فيه، لان انا طب ازاي اعمل انفايرمنت بايثون، وازاي اكتب الكود، وازاي نادي على الفولدر، دنيا كبيره على اللاب، لازم اكون حد بروجرامر كودر، وانا مش كده. فعملت ايه؟ رحت طيب دورت على ازاي الاول اسطب الانفايرمنت بتاع البايثون ببساطه، فيديو يوتيوب. رحت شفت فيديو ازاي اسطب، خلاص عرفت. رحت جبت الفريم ورك بتاع الداتا اناليسيس ده بتاع بايثون، البروجكت حطيته على البتاع، عرفت خلاص ارنه. رحت بقى تاني على جيت هاب، رحت عرفت بقى الدوكيومنتيشن بتاع البتاع ده بيعمل ايه، واحد اتنين تلاته، هو بيفيدني ازاي وايه الخطوات لتنفيذه. رحت شفت فيديو على اليوتيوب لاكتر من حد وهو بيشرح ازاي تستخدمه. استخدمته لاول مره، طلع داتا. بص عشان برضو اجربه، انا ما بثقش في اي حاجه بسهوله، فبعمل ايه؟ فمثلا عندي الداتا بتاعت سنه كامله 12 شهر، فبشيل من السنه دي 3 شهور وهي داتا اوريدي عندي خلاص، واقول له معاك ادي اهو 9 شهور، توقع لي 3 شهور اوريدي عندي عشان اشوف هيطلع الداتا صحيحه ولا مش حلوه صحيحه. قوي الفكره دي. فبيعمل حلوه ايه؟ قوي. فهو ساعات بيقلش وساعات بيظبط. ففضلت اعمل اكتشفت ان انا عامل شويه حاجات غلط، مش جايب فريم ورك كامل، في عندي لايبرري ناقصه، لغايه لما ظبط كامل. قلت له ينفذ، راح نفذ نفس الداتا اللي انا مخبيها عنه، بس هو كده اشتغل تمام. حلو. النهارده بقيت عندي انجن كامل، بقيت باكسبورت الداتا بتاعت اي اعلانات احطها عليه يطلع لي الداتا بتاعتي. فبقى ده ما اتعلمتهاش علشان انا رايح اتعلم داتا، انا مش راجل مش بتاع داتا اناليسيس بالمناسبه. فاهمك. بس انا لما جيت اتعلمها مشيتها بالمنظر ده، انا عندي بوصله، انا عايز انجن يحلل لي الداتا بتاعتي بشكل سهل ويعمل لي فوركاست وبريدكشن بشكل اكيوريت، احسن من ان انا اعملها بان انا افضل بقى امقع عيني في الاكسل والكلام ده كله. فرحت، ده البوصله بتاعتي، فرحت اتعلمت الحته بتاعت في الداتا اناليسيس ازاي اسطب واعمل ومش عارف ايه وبتاع. حطيت الداتا بتاعتي، طلعت الاوتبوت، خلاص مش عايز منها حاجه ثانيه. يعني مش هروح بقى اديب واعمل في سيكوال واتعلم حاجات ليه يا ابن عمي، يعني ما صعباش على نفسي. يعني انا مش راجل راح اعمل ام بي اي في الداتا اناليسيس، فاهم؟ حلو. ده الاستراتيجي بتاعتي في ان انا اتعلم. طيب، نرجع للجروث عشان ما نبعدش عنه، ماشي. لانه احنا لسه ما اتكلمناش عنه اصلا. اصلا. انا كبزنس اونر انا كبزنس اونر، انت قلت لي تعريف الجروث بالنسبه لي، انا مش عارف استفاد منه ازاي ومين يطبقه عندي. وانا سمول بزنس اونر، انت قلت لي احنا بنعمل سكواد وبناخد من كل تيم حد. طب انا ما عنديش اصلا غير تيم واحد، ويمكن كل ديبارتمنت او بيديرها عندي شخص واحد. فانا سمول بزنس اونر وعايز اعمل جروث هاكينج، وعايز استخدمه ان انا اسكيل، صح كده؟ مش هو ده الوسيله الصحيحه للسكيلينج؟ طيب، مين يعمل لي الجروث هاكينج وازاي استفاد منه اصلا يعني؟ وهل ينفع البيزنس اونر هو اللي يدير الحته دي ولا لا؟ طيب هو بس في نقطة محتاج أوضحها، هو الجروث هاكينج لا يعني إن أنا بعمل هاكة أو بعمل حركة صايعة مجنونة في الماركتينج فأنا كده عملت جروث هاكينج، لا. هو مش كده خالص. هو الجروث هاكينج ببساطة إزاي تيوتيلايز وتوبتمايز الريسورسز بتاعتك علشان تحقق البيزنس أوبجيكتيف بأقل إمكانيات، بأقل ريسورسز في زمن الانفليشن والتضخم اللي حاصل والمشاكل اللي بتحصل. فالجروث هو عبارة عن انجن انت بتبنيها عندك في الشركه علشان تسستين البيزنس بتاعك بشكل كويس وهيلسي من غير حرق. لان في تمام. برضو معنى الناس بتختلف عليه، ان الجروس هاكينج هو معناها الحرق، او معناه تاني بيتقال عليه كده في كتاب اسمه بليتز سكيلينج، ان انت النمو الخاطف والسريع. هو ممكن يتحقق مع الجروس نمو خاطف وسريع، بس هذا لا يعني ان ده معنى الجروس. هو الجروس ان انا اخد بايدي البيزنس ان هو ما يقفلش، وان هو يكبر، وان هو يسستين، وان هو يير اوفر يير في جروس عندك والكلام ده كله. فالجروس معناه ان انت البيزنس يكبر، مش معناها ان انت البيزنس يطرقع، فاهم؟ ده مفهوم فهمتك، مهم. يعني هو مش سكيل في وقت قليل بسرعه واضرب ضربه جامده وهيت اند ران يعني، لا، الموضوع قد على يحصل. لونج تيرم بلان، صح قد كده؟ قد يحدث. ممكن يحصل بس مش هو ده الجروث، انت عايز تقول كده صح؟ الله ينور عليك، مش هو ده اللي انت تختزله، يعني ما ينفعش نختزل الجروس في الحته دي. تمام. طيب، تمام. النهارده لما اجي اتكلم عن جروس جوه شركه، طب مين اللي نفذها؟ طب انا مش عارف ايه. بص، الجروس ببساطه شديده هو شويه. طيب خليني اخدك لحته خطوه ورا قبل يعني خطوه يلا بسيطه، اللي بينا. هي ايه؟ الجروس بيعتبر ان اي حاجه في الدنيا عباره عن
حاجه خط ليه نقطه بدايه ونقطه نهايه. يعني انت النهارده لما تيجي تبدا، انا عندي فريم ورك، هبدا منين هخلص فين. ميزه الجروث ان هو بيدوكيمنت كل حاجه، وبيعمل حاجه اسمها مابنج اوت. كل حاجه مابنج اوت دي يعني كانك كده عند الفطاطري بنفرش على الترابيزه. مابنج اوت يعني تعالى نفنط كل حاجه. تعالى قول لي والله انا عندي اليوزر بتاعي اول تاتش بوينت معايا بيشوفني فين، اخر تاتش بوينت لغايه لما بيدفع ويجيب صاحبه اخرها فين. البرودكت بتاعي اول مره بيتعامل عليه مثلا الساين اب مثلا، او ان هو يعمل انستول، اخر حاجه في ان هو يعمل بيرشيز او يعمل او يقرا او يسمع حاجه عندي على الابلكيشن. فانت بتماب اوت كل حاجه عندك في الجيرني. من انت بتماب اوت حتى ايفن الاوبريشنز. انا عندي لما بيجي فكره مثلا بيطلعها الراجل بتاع الكونتنت بيوديها للسوشيال ميديا للديزاينر. فانت بتماب اوت كل حاجه. لما تماب اوت ايه اللي بيحصل؟ بقيت عارف كل التاتش بوينتس وبتعرف تقيسها. يعني مثلا على سبيل المثال لما نيجي نقول انا ماب اوت اليوزر جيرني، فانا عارف ان انا بتبدا من الاعلانات والبوستس بتاع السوشيال ميديا، ففي انجيجمنت ريت على السوشيال ميديا ان الناس تفاعلت على الكونتنت جميل. بتاعي، في سي تي ار على الاعلان بتاعي، في كليكس بتحصل على الاعلان، في كونفرجنز بتحصل، في مش عارف. فانا كل ستيج او كل تاتش بوينت بيبقى ليها مترك بقيسه بيها. فلو حصل خلل في اي حاجه، تعالى نشوف كل المتركس اللي في النص اللي عدى عليها. المتركس اللي فيها خلل هي دي اللي بنبتدي نعدل قبلها وبعدها علشان تظبط. فهي دي فكره الجروث، ان انا مابنج اوت كل حاجه. طيب مين اللي يقدر يعمل حاجه زي كده؟ طبعا ما ينفعش حد سبيشالست او حد يعني صغير في الشركه. لازم الجروث يجي من فوق، يعني من اب تو داون. ليه؟ لان الجروث هو يعتبر مايند سيت اكتر منها اي حاجه تانية. انا راجل صاحب الشركه عايز اكبر الشركه. فمعنى كده ان انا لو انا مش هشتغلها بنفسي، لو انا مش هعمل المابنج اوت واركز في التفاصيل واعمل كل الكلام ده، هجيب حد لازم اديله الصلاحيات اللي هو يتابع كل الاوبريشنز والبروسيس اللي بتحصل، كل تاتش بوينت شايفها ومطلع عليها. يعني على سبيل المثال هديك مثال بسيط جدا. انا لما بدخل شركه وبسال على الهيستوري داتا، او بسال على مثلا بقعد مع ناس، طب الراجل في الشركه الراجل ده بيعمل ايه. فمثلا لما بلاقي الشركه بتخبي عني داتا، او ان هي ما بتوضحش الرولز بالتفصيل بتاعت الناس اللي بتشتغل معايا على البروجكت، انا بنسحب. اقول لها طب خلاص يعني اديروها انتوا. يعني انت لو مش هتديني الصلاحيه الكامله، ما انت هتحاسبني على نتائج. فلما تيجي تحاسبني على نتائج، حاسبني على، انا لازم احاسبك على الاكسس اللي انا المفروض اخده. الناس ممكن، في بعض الناس هو مش بيديك بيديك يعني جزء من الصلاحيات وجزء من المعلومات، وعايز يخبي الباقي، مش عايز يعرفه لك، لا، فعشان ما تخشش في تفاصيل البيزنس بتاعه. ما- هي طب مش ما كده. ساعتها هي مش كده، مم. لان الجروس هو انا داخل في كل التفاصيل. انا لازم اعرف هو ايه بيروح ودي لفين علشان احدد الجابس. لان انا الجروث هاكينج مش ميديا باينج بس. يعني مش هروح اعمل لك اعلان، لا، ده ممكن يكون اصلا عندك مشكله في الكاستمر سبورت، عندك مشكله في الفولفيلمنت والدليفري، عندك مشكله في الراجل اللي بيرد على التليفون اصلا مش عندي، فاهم. فالجروث هو مابنج اوت كل حاجه علشان اشوف الجابس فين علشان ابتدي احلها. فممكن يكون الراجل بيزنس اونر، ممكن يكون الراجل بتاع السوشيال ميديا، ممكن يكون الراجل بتاع الاوبريشنز، ممكن يكون الراجل بتاع الكوميرشال اصلا. هو اللي بيليد وهو اللي بيعمل كل ده، لان عنده مفاتيح كل حاجه. هو اللي بيحدد هيشتري ايه وهيستوك منين، هو اللي هيحدد هنليكوديت ايه وهنشتري ايه، فاهم قصدي. فهي دي البوينت، ان الجروث مش مقتصر على حد ولا رول، ولا مقتصر على باك جراوند، ولا مقتصر على اي حاجه. هي مايند سيت في الاول في الاخر. انا بفرد كل حاجه على الترابيزه قدامي، ببتدي احدد انا هشتغل على ايه. عندي النورث ستار اللي اتكلمنا عليه في الاول، البوصله اللي بتاع القطب الشمالي اللي بجري وراها، يلا بينا اتوكل على الله. طيب حلو. انا اقدر اعمل ده، انا بيزنس اونر اقدر اعمل ده. اه طبعا. ولو انا اقدر اعمل ده، ايه الحاجات اللي المفروض تبقى عندي عشان انا اقدر اعمل وادير الجروث هاكينج بتاع البيزنس بتاعي؟ سؤال عام جدا يعني. يعني لازم ابقى تالنتد ولا في حاجات مكتسبه؟ انا مش بسال اه السؤال استنى. واسع. يعني انا كعمر لازم ابقى تالنتد، عندي موهبه معينه فاقدر اعمل ده بنفسي، بص، ولا لا ما في ينفعش؟ في انت كتاب، محتاج تبقى تتعلم. انت فكرتني والله العظيم حلو. بكتاب حلو حلو جدا. اسمه ايه؟ يلا. تشوب وود كاري ووتر. تشوب وود كاري ووتر. الكتاب ده بيتكلم عن ايه؟ حلو. بيقول لك ان الناس او مش الناس. عارف انت فكرة ايه؟ مش لازم تبقى انت ذكي جدا واكثر واحد لماح واكثر واحد غنى علشان تبقى تالنتد، لا. هي الحاجات الصغيرة اصلا. تشوب وود كاري ووتر معناها ايه؟ ان انت تقطع الخشب وتشيل المية. بيقول لك ان التفاصيل الصغيرة الفاندمنتالز اللي الناس بتعملها، وان هي تركز هي الستارت بوينت والاند بوينت اللي قلت لك عليها من شويه، هي دي اللي بتعمل اساطير.
مش ان انت تكون فهلاوي وفزلوك ومش عارف ايه. هو ده اللي لا، الاساطير بتتبني من التفاصيل الصغيره، ان انت عادي تكسر الخشب وتشيل الميه. طيب القصه حلوه قوي ورا الكتاب ده. هو الراجل اللي كتب مؤمن جدا بحته الساموراي وان الساموراي بيتعمل ازاي، مقاتل الساموراي بيطلع ازاي. فبيقول لك ان مقاتل الساموراي اصلا بيبقى عنده حاجات بورنج بيعملها في يومه، زي ان هو بيقعد مثلا بتاع حوالي كام شهر او كام سنه بيقطع خشب ويشيل الميه من الى اماكن معينه. فالحاجات دي تبقى يعني ممله جدا، بس في الاخر الكونسيستنسي في اللي هو بيعمله ده بيبني عنده مهاره معينه في عضلاته، فيقدر الراجل ده يتحمل حاجات معينه حد في نفس الظروف ما يقدرش يتحملها. فبيقول لك ان الاساطير بتتعمل من الحاجات الاساسيه الممله اللي الناس بتعملها. فاللي انا عايز اقول لك ايه، ان ساعات ان مش ساعات، ده على طول، ان اي حاجه في الدنيا، اي مهاره، الناس مش لازم تبقى انت خبير واستراتيجي ومش عارف إيه عشان تعملها. انت زي ما قلت لك، انت لو فصصت الدنيا قدامك كده للمبادئ اللي هي فكره انا ببدا فين وبخلص فين، الناس بتشوفني فين، انا بشوف الناس فين، انا بتعامل مع الناس فين، هما بيتعاملوا معايا ازاي، على كل حاجه في الابليكيشن، في ويب سايت، في شركه، في كل حاجه، هتحس ان الدنيا لما اتفصصت عرفت مشاكلك فين. انا مشاكلي ان الناس بتفطر في المكتب وبتيجي متاخر، لان هي دي بتبني عليها ان الناس الكولينج محدش بيرد عليهم في المكالمات، الناس بتبقى قرفانه، مش فاهم قصدي. فانت لو بصيت للتفاصيل هتلاقي هي دي اللي بتبني الاكسبيرينس الكامله الكبيره بتاعه الاساطير. يعني انت مش لازم تجيب حد تنين مجنح او انت تكون تنين مجنح علشان تعمل حاجه. فالكتاب ده حلو جدا لو حد حابب يدور عليه. حلو، نوصل انه في الاخر انت شايف ان الجروث يعني مش موهبه، لا دي اللي هيعمل ماب اوت ده يا اما صاحب البيزنس، يا اما حد تاني، يا اما محمود عمر. وهيقعد معاه يشتغل وهنماب اوت كل حاجه انت بتعملها، ونطلع المشاكل فين ونحلها، صح كده؟ مظبوط. حلو. الميديا باينج ومشكله يعني انا من كلامك عن الجروث كده حاسس ان هو مصطلح افضل وطريقه وتكنيك افضل من الميديا باينج. بمعنى يعني البرفورمانس ميديا باينج وخلاف البيزنس اونر دايما او الشركات عامه، مش البيزنس اونر بقى عشان لو كان ايا كان المسؤول فيها، مع الديجيتال ماركتنج ايجنسيز او الفريلانسرز، دايما بتبقى على فكره واقعه في نفس المشكله اللي انت اتكلمت فيها بتاعت الجروث، ان الجروث بيجي يحل السوليوشن كامل. لكن حته ان انت تعالى اعمل لي اعلانات، فالاعلانات تبوظ، فانا اقول لك ايه، طب ما هو انا، ما انت كده ما عملتش حاجه. لا انا عملت شغلي، انت عندك مشكله في الاوبريشن فانا ما اعرفهاش، فنخش في الايه، في الديبيت ده. فحاسس من كلامك دلوقتي ان الجروث اوقع، اقوى، فعال اكتر. هل ده اللي وصل لي كده صح ولا بص، هو ولا احنا خلطت كده الدنيا؟ اختزلنا وعملنا مقارنه. لا، هي مش مقارنه. هي يعتبر ايه، طيب ان الجروث ده مايند سيت في الشركه تندرج بص، انا تحتيها. بفكر كبزنس اونر، انا قاعد معاك بزنس اونر، فبفكر كبزنس اونر، انا ماليش دعوه بقى بالايه. فاهم. يعني انا حتى لو عندي ديجيتال ايجنسي فانا بفكر كبزنس اونر، انا عايز اعرف يعني انا المفروض انا اعتمد الجروث هاكينج ولا اعتمد البرفورمانس ميديا باينج، انهي احسن بص، بالنسبه لي كبزنس اونر؟ هي مش مقارنه خالص. يعني ما ينفعش نحط الاثنين في جدول ونقارن. ليه؟ لان الجروث ده هو مايند سيت، هي طريقه تفكير معينه. انما تمام. البرفورمانس والميديا باينج والكلام ده كله هي تول من ضمن التولز اللي تحت الجروث. يعني تقدر تقول النهارده انا علشان نعمل الجروث بتاعنا ونعمل المانث اوفر مانث جروث ونزود مبيعاتنا، انا شايف ان الاستراتيجي ان احنا نعمل اعلانات ناكوير بيها نيو كاستمر. فدي هستخدم فيها الميديا باينج بيرفورمانس. الشهر اللي بعديها طيب الجروث الشهر ده الاكوزيشن بتاعنا مش هنعمل اكوزيشن جديد، لا احنا هنشوف الناس اللي اشترت مننا قبل كده، هنخلي الشباب بتوع الكاستمر كير يتصلوا بكل الناس ويدوهم ديسكاونت كود او بروموشن. احنا مفيش ميديا باينج هنا، انا خليت الناس تتصل بالتليفون علشان تبلغ الناس. الشهر اللي بعديه هنبعت ايميلز فيها ديسكاونت كود مش عارف ايه، فايميل ماركتنج اصلا ملهاش علاقه برضو طب بالبرفورمانس. انا كبزنس اونر بالنسبه لي السوليوشن ده كامل اكتر، يعني انا شايف ان ده سوليوشن احسن. بالظبط. ان انا اتعاقد مع حد يجي يعمل لي اعلانات ويمشي، وانا ممكن اخش معاه في ديبيت وخلاف ان الاعلانات ما لا، نجحتش، انا جايب المشكله انا عندك ولا عندي؟ بالظبط. الله ينور عليك، انت بالظبط عندك حد بتاع جروث بيفكر البيزنس يكبر ازاي، بيشوف كل الاليمنتس والحاجات اللي تحتيه، زي ما اقول لك فكره الفطاطري بيفرد كل حاجه قدامه. تعال نشوف مشاكلك فين يا باشا. انا ممكن اعمل بدل ما نعمل اكوزيشن ناس جديده، تعال نعمل ريتارجت، تعال نبروموت الناس، تعال نكبر باسكت سايز. انت مشكلتك مش في الرؤاز، انت مشكلتك في الباسكت سايز. انت مشكلتك مش في الباسكت سايز ولا الرؤاز، انت عندك مشكله في التشيرن ريت. الناس بتيجي وبتمشي بسرعه ما بتكملش ليه؟ بسبب تليفون، بسبب رد، بسبب الشات بوت، بسبب، فاهم قصدي. فهي ان انت تشوف الصوره الكامله وتحدد مواضع التحسين فيها. حلو.
كان انت في بتقدمه ازاي؟ ثانيه، انا بس في كتاب برضو حلو قوي هنا افتكرته جامد قوي. ريد تو ليد مسيطره. آه في كتاب بتاع مسيطره على الحلقه كلها. في كتاب اسمه بتاع ادم جرانت اسمه ذا اوريجينالز او اوريجينالز اعتقد. كان في منه بيقول لك ايه البيست انوفيتورز، اللي هم الناس اللي هم بيفكروا ان هم العباقرة اللي بيطلعوا الافكار المجنونة دي، مش ان هم الريسك تيكرز، از نوت ريسك تيكر، هم ريسك ميتيجيتور. اللي هم ايه؟ يعني الناس العباقرة اللي بتفكر وبتطلع افكار بره الصندوق والتنانين والكلام ده كله، مش الناس اللي بتفكر بره الصندوق، لا، دي الناس. ومش الناس اللي بتاخد ريسك كتير، الناس اللي بتاخد ريسك قليل. بمعنى ان انت مش لازم النهارده تقول والله انا اخش افور الدنيا دي كلها لا، على فكره ممكن الجروس يبقى شويه تويكس، بيتقال عليها تويكس اللي هي ايه. انت قلت اصلا مثال، يعني انت ضربت مثال اصلا انا قعدت افكر وسرحت فيه. انا الناس بتفطر عندي في المكتب فضيعوا الوقت، فما بيعملوش كونفريشن كل مثلا بدري. فاللي هو انت يعني خليتني افكر اصلا في البيزنس اللي معايا، ان انا ممكن تبقى مشكلتي في حاجات يعني انا ما بالظبط، بوصيتلهاش اصلا. بالظبط، بالظبط. انت في بعض الحاجات، بص، بس دي طبعا من التابوهات اللي الناس بتتكلم عليها، ان لون زرار معين في الويب سايت بتاعك ممكن يكون هو المشكله، مش المشكله في البرودكت ولا الويب سايت. هي لون زرار ان الناس مش شايفه. يعني في بعض الويب سايت عشان الكرياتيفيتي واليو اكس واليو اي بيعملوا ايه؟ بيحطوا زرار لونه اسود في البيرشيز او الاتو كارت. يا معلم اعمله اخضر، ما هو المعروف ان هو اخضر، اللي تشيك اوت بتاعك اخضر، فلازم الناس تشوف الاخضر علشان يموتيفيت. انما لما تعمله اسود، صباح الفل، انت كرييتيف واليت وراجل جامد، بس الراجل مش هيشتري. فهي ساعات بيبقى الانوفيتورز مش ان انت تاخد ريسك وان انت تعمل كرياتيفيتي وبتاع، لا، ان انت تقلل الكرياتيفيتي، او ان انت تقلل الريسك عندك. ساعات بيبقى هي دي الحل بتاعك. عشان كده الناس لما بتستصعب حته الجروس بالمناسبه بيقول لك يا لهوي، ده انا هجيب هعمل جروس وبتاع، يعني انا هصرف مثلا $10,000 علشان لا يا معلم، تعالى، احنا الجروس فكرتها ببساطه ان انا بماب اوت كل حاجه، وتعالى نشوف احنا مناطق التحسينات بتاعتنا فين، ساعتها هنقدر. ممكن يبقى اصلا مش محتاجين نصرف الرقم ده، اصلا مش محتاجين نصرف مش اصلا، انت هنحسب عندك مشاكل تانيه اصلا، خالص. بالظبط. اه. بالظبط، الله ينور عليك. طيب انت بتقدم السوليوشن ده اصلا، يعني انت السوليوشن ده موجود عندك صح؟ انا بقدم ده فعلا، بس بتقدمه النموذج بتاعه عامل ازاي؟ بص، هو انا بس محتاج اوضح نقطه. انا مش هقول انا بقدمه من باب ان انا يجي لي خدمات، يعني انا بقى هقول انا بقدمه من باب ان هو الناس تعرف ان ازاي خدمه ذكيه بتتقدم يعني. ازاي؟ ما هو انا بص، احنا اتفقنا بقى ان انا بزنس اونر، وانا عايز اعرف اخد الخدمه دي ازاي. يعني اخدها منك ازاي، افهمها من اللي جاي يقدمها لي ازاي. لو انا مش هعرف اعملها لوحدي، مش هعرف اماب اوت، مش هعرف انا ادير الاوبريشن، ادير الميديا باينج، ادير كل ده، فانا حد، لا، انا حد بفهم في شغلتي. انا بتاع ملابس، فانا ما بفهمش غير في ملابس. فانت تعالى بقى، يعني الجروث دي شغلتك انت، تعالى اعملها لي. هتقدمها لي ازاي؟ وانا اخد الخدمه دي من محمود او من غير محمود، اخدها ازاي؟ طيب، لما يجي بنتكلم عن الجروث فبنتكلم عن حاجه مهمه جدا، الا وهي ان الراجل ده، عارف انت الدايجنوزز، فكره ان انا بجيب لما بتروح لدكتور، بيبقى مثلا، يعني ربنا يشفي طبعا كل مريض، لما يبقى حد بيشتكي من يا رب حاجه يا رب. بيعمل ايه؟ بيروح لدكتور باطنه الاول، هو مش عارف هو عنده ايه، فبيروح لدكتور باطنه. دكتور باطنه يقول له ايه؟ والله يا دكتور انا بشتكي من حاجات كتير، بيقول له مثلا عندي صداع، عندي مغص، عندي حاجه بتاع. الدكتور الباطنه يبتدي ايه؟ يقول له يراوت الراجل، يقول له طب بص، انت هتروح تعمل تحليل وهتعمل اشعه وما تجيليش، هتروح دكتور عظام، لا ما تجيليش، هتروح دكتور اعصاب. فهو اللي بيبتدي يحرك الناس بالمنظر ده. في اعتقادي ان الراجل بتاع الجروث هو الراجل الاستشاري اللي هو المفروض بيحدد لك المرض بتاعك اسمه ايه عشان تبتدي تحل المشكله دي. طيب، بما اننا اتكلمنا عن موضوع المرض، ففي حته برضه حلوه لازم اذكرها بمناسبه الكتب دي. في مسلسل، أنا هحكي عن احنا كده مسلسل. مش هنتكلم عن دين توليد، احنا هنخلص الكلام عليها في النص كده. يعني هديك مثال في مسلسل، هنبتدي قول. مسلسل كده اقول لك الكتاب. في يلا. مسلسل اسمه دكتور هاوس. دكتور هاوس ده حد، هو دكتور استشاري. كل الديبارتمنت بتاعته قايمه على الدايجنوزز، ان هو بيشخص الامراض بتاع الناس، الامراض اللي الناس مش عارفه تشخصها. فهو بيفترض ليه هو مش ليه بيبقى فيه صعوبه في التشخيص، لان المريض دايما بيبقى عنده مرض بيكذب في المرض بتاعه. فما هو فبيكذب في كل حاجه، انا والله لا ما خدتش الدواء ده، ما خدتش، مش متعاطي حاجه، عملت حاجه وما قالش عليها، فدايما بيكذب او بيتجمل في الحاجه. فبيحصل ان التشخيص بتاع الدكاتره الاولانيين بيبقى غلط، فلما بيروح للدكتور ده بيبقى عنده كارثه. خلاص الدكتور ده يقول لك مفيش حد هيحلها غير الدكتور ده. فالدكتور ده بيعمل ايه؟ بيعمل شويه تحاليل كتير قوي، اللي هو حرفيا بينفض الراجل لغايه لما بيطلع من غير ما ياخد منه كلمه، من غير خلاص انت بتتكلم انت كذاب، فتعالى.
المصطلح دايما اللي بيتقال في جوه المسلسل ده اسمه everybody lies، كل الناس، الجميع يكذب او كل يكذب. الكتاب ده بالمناسبه مترجم. الكتاب ده بالمناسبه، تعال بقى نتكلم عن الكتاب. الكتاب بيتكلم عن ايه؟ ان اي حد في الدنيا، الكتاب بيفترض ان اي حد في الدنيا هو كذاب، ولو مش كذاب فهو بيتجمل. من اول المؤسسات والحكومات والحاجات الكبيره جدا، هي ناس بتتجمل في كل حاجه، في الداتا، في كل حاجه. انما ايه الحاجه الوحيده اللي مش بتكذب؟ الداتا. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك النهارده ان عندي في الستور بتاعي بيشتري منه الستات مش الرجاله اللي هم من سن 24 لغايه 35 سنه اللي موجودين في مكان فلاني، دي معلومه حقيقيه، كواليتيتيف كوانتيتيف، اقدر اقولها لك النهارده مبنيه على حدث حصل، ان الناس اشترت مني من الستور اللي هم الستات من الى. انما ما ينفعش اقعد معاك اقول لك ايه، انا حاسس ان المنتج ده بيشتريه الستات مش الرجاله. لا، احساسك ده تخليه لك، ربنا يخليه لك طبعا. انما لما تيجي نتكلم عن البيزنس ما ينفعش تكلمني باي حاجه غير الداتا. طيب، ده نسقطه ازاي في الجروس؟ الجروس دايما البوصله بتاعته هي الداتا. ما ينفعش انا اقعد معاك مثلا كبزنس اونر تيجي تقول لي والله طب انا بص محتاج اعمل الجروس سيرفيس دي عندي في الشركه. ما ينفعش تيجي نقعد مع بعضينا وتقول لي والله، او انا اجي اقول لك بص احنا هنعمل ايه، هنعمل سوشيال ميديا كالندر، هنحط فيها 30 بوست في الشهر و15 ريل، ويلا بينا نشغل ونشعبول لك الدنيا ونعمل ديجيتال ماركتنج والدنيا حلوه. والله الدنيا كده، وهنعمل شويه اعلانات والدنيا كويسه. هل ده اسمه جروس؟ بعض الناس اسفا بتقول عليها جروس، بس في الاخر هي مش جروس، هي في الاخر هي ديجيتال ماركت اكتيفيتي. وان اوف جروث بيلرز، ان انا بمسك البيلر بتاع الديجيتال وبسميه ان هو ده، وبختزله ان هو ده جروث، بروح اشتغل عليه. اقول لك والله هعمل لك اوتوميشن واعمل لك تشات بوت، ده مش جروث. الجروث هو نقعد انا وانت مع بعضينا، انت بتقول لي والله انا عايز اكبر الشركه بتاعتي مثلا يير اوفر يير 20 25% جروث. طيب فانا بسال اسئله، طب ما تديني الداتا بتاعتك، انت عملت ايه قبل كده، ايه التيكت سايز بتاعتك، ايه الباكت اودينس بتاعتك، تعال نقعد مع بعضينا افصص كل الكلام ده. اروح انا ادرسه، وبعد كده ارجع لك اقول لك والله كلامك ده يا اما ده خيال، انت حضرتك بتالف، الجروس بتاع الاندستري بتاعتك المفروض ما يزيدش من 10 ل 15%. هنعمل ايه؟ تعالى نعمل مع بعضينا خطه اسمها جروس بلان عشان ننفذ الكلام ده. انما اي حاجه تانية غير اللي انا بقول لك عليه، مش مبنيه على ارقام ولا مبنيه على كي بي اي وما لهاش نورث ستار متريك، لا احنا هنا هنعطل انا وانت. لا انا اسمي جروس وانا هبقى نصاب، ولا انت بيزنس اونر وفاهم انت ماشي البيزنس بتاعك ازاي. فهي دي باختصار شديد جدا. هديك مثال تاني بمناسبه ظهر قدامي دلوقتي. انا حلو. جالي كلاينت، هو بيزنس اونر وعنده ستور كبير جدا. وبعد كده عنده بادجت، عنده مانثلي بادجت للاعلانات. والراجل بيقول لي بص احنا عايزين نزود الرؤاس ونقلل الكاك والاوردرات اللي تحصل، نمبر اوف اوردرز يحصل معين في معلش الشهر. عشان انا بفترض دايما ان اللي بيسمعنا من المبتدئين، فهنقول يعني ايه رؤس حاضر، ويعني ايه كاك. معلش. ماشي. الراجل جاي لي بزنس اونر صاحب شركه، عنده ستور بيبيع اونلاين بعض الحاجات بس مش في مصر، بره مصر يعني. الراجل قال لي بص انا عايز اعمل ايه، عايز اصرف النهارده دولار، كل دولار اصرفه يرجع لي مثلا 25 دولار. دي حاجه اسمها ريتيرن اون اد سبند، يعني ان هي فكره اللي هو اللي هو الرؤاس، ان انا اصرف ايه يرجع لي ايه. فدي اسمها رؤاس على الاعلانات، مش ار او اي، مالهاش علاقه بالريتيرن اون انفستمنت بتاع البيزنس، ليها علاقه بالريتيرن حلو. اون اد سبند بتاع الاعلانات نفسها. وبعد كده بصرف اعلانات قد ايه، بيبيع بكام. الله ينور عليك. وبعد كده قال لي معلومه تانية، انا عايز احقق كاك معين اللي هو ايه، كاستمر اكوزيشن كوست، يعني كل واحد يشتري مني ادفع عليه كام. يعني مثلا اجيب البيعه بدولار، ب 2 دولار، ب 3 دولار، فمحدد لي كاك معين. زائد كده وكده بيقول لي انا عايز نمبر اوف اوردرز في الشهر، يعني هات لي رقم اوردرات معين يوميا وشهريا. تمام لغايه دلوقتي تمام. حلو. مش كده حلو. وبس، انا عايز من كاتيجوري معين هو ده تعمل لي فيه نمبر اوف اوردرز. فقلت له تمام، ده كويس جدا، بس فين النورث ستار متريك بتاع البيزنس بتاعك؟ انت عايز تمشي ورا ايه؟ كل دي اهداف هنحققها، بس قول لي. هفصص دلوقتي بين اهداف محققه زي حاجه اسمها الاو كي ارز اللي هي اوبجكتيف اند كي ريزلتس، وما بين النورث ستار متريك. النورث ستار متريك هو ايه؟ تعالى قول لي بص يا محمود، انا عايز احقق الجروس بتاع البيزنس كله بنسبه كام في الميه. فانا هشوف انت بعت بكام السنه دي، المفروض تبيع بكام السنه الجايه، بعت بكام الشهر ده، المفروض تبيع بكام الشهر الجاي، واحسب التيكت سايز واعمل معادله كده عندي عشان اقول لك طيب يبقى انت المفروض عدد الاوردرات المنطقي بالجروس اللي انت عايزه يتحقق برقم كذا. طيب عشان نحقق الجروس ده لازم الكاك يبقى كذا والرؤاس يبقى كذا. انما ما تنفعش الراجل نفسه يديني اكتر من مترك واكتر من كي بي اي في نفس الوقت ويقول لي عليهم ان هم دول النورث ستار. لا، انا كده ما عنديش حاجه ثابته ابني عليها، انا كده مديني كلها متغيرات.
فالنهارده ممكن وانت اللي اظبط. هتغرق، انت اول واحد هتغرق. بالظبط. فانا قلت له لا والله اللي حضرتك بتقوله ده غلط. فقال لي ازاي غلط؟ قلت له حضرتك قول لي انت عايز تعمل ايه في البيزنس ده. فهو مش فاهم. فقلت له طيب حضرتك عايز مبيعات ولا عايز نمبر اوف اوردرز؟ بالمناسبه هو عنده مثلا من ضمن الحاجات اللي هو عنده انفستور. فالانفستورز دايما بيبقوا عندهم مثلا ايه، انت بتعمل مش مهم تخسر ولا تكسب، المهم عندي عدد الاوردرات اللي بيجيبها البيزنس ده، بغض النظر انت بريك ايفن ولا بتخسر ولا ايه. فقلت له انت عندك انفستور عايز رقم اوردرات؟ قال لي لا، انا هدفي ان انا رؤاس. طب معلش، ما بالراحه، الرؤاس ده عايز تعمله ليه؟ علشان انت مثلا بتاوت سورس الحاجات دي، مفيش حاجه عندك، انت لا تملك المنتج فانت بتدروب شيب، فانت مثلا عايز رؤاس معين عشان تعوض المارجنز وثمن المنتجات. لا 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 مش دي. طب معلش قول لي بقى مين يعني لعب في دماغك وقال لك الارقام دي. فقال لي بص انا كنت قاعد مع واحد اكسبرت كده في محاضره من المحاضرات، وقال لي ان البيزنس بتاعنا الرؤس بتاعه كذا والكيك بتاعه كذا. قلت له بس هي دي. تعالى قول لي فكك من كلام الراجل ده، ولا يعني ما بلاش تبنش مارك على حاجه ووضع لا يتقارن بالوضع بتاعك. تعالى قول لي حاجه البيزنس بتاعك انت عايز منه ايه، وتعالى اطلع لك ارقامك المظبوطه. فقول لي والله عايز جروس بالمنظر الفلاني، انا هقول لك الرقم المظبوط بتاعك في الكاك والرؤاس والنمبر اوف اوردرز المظبوط اللي يحقق لك ده. انما تيجي انت ده هتجيبه من الداتا بتاعته الحقيقيه، الله ينور مش عليك. افتراضات. انت مش هتديني هتبني داتا. على افتراضات. الله ينور عليك، انت هتديني داتا قديمه، وبعد كده هتديني هدف انا هجري وراه واقول لك البلان بتاعتي ايه. بس في نقطه معلش لازم نضيفها، ساعات بعض البيزنسز ملهاش هيستوري، هنعمل ايه؟ حلو. فالجروس هنا بيلعب لعبه كبيره جدا في حته اسمها اكسبيرمنتيشن، يعني ان انا بعمل مجموعه من التجارب اسمها الاي بي تيستنج والاي اكس تيستنج، ان انا ببتدي اجرب بشويه فلوس على شويه اكتيفيتيز على شويه الكلام ده عشان اعمل الارقام المبدئيه اللي ابني عليها ابيلد اب عليها بلان. انما الجروس مش عصايه سحريه ولا هو خديجه المغربيه ببلوره هبتدي اشتغلها خالص. هو عباره عن شويه ارقام معايا ببني عليها وعندي هدف عايز اوصل له. بين الكلام ده شويه اكتيفيتيز ممكن تكون ديجيتال اوبريشن سيلز بزنس ديفلوبمنت اي حاجه انت تسميها براحتك. انما في الاخر انا مش عصايه سحريه. انا كل الكلام اللي بيساعدني ان انا ابقى عصايه سحريه ان كل حاجه عندي دوكيومنتد، عندي نقطه بدايه ونقطه نهايه، عندي هدف بمشي عليه، عندي ايكويجن ثابته بمشي عليها. فهو ده اللي بيساعدني ان انا احقق اللي انا عايزه. بدوكيمنت everything، كل حاجه بعملها بعملها دوكيومنتيشن. فانا عندي دايما هيستوري، عندي دايما حاجه شغال عليها، عندي دايما باك لوج ماشي عليه هنفذه الفتره الجايه. طيب الحته المهمه اللي انا عايز اقولها لك، لما يبقى معايا هيستوري داتا بيبقى افضل من ناحيه ايه؟ بيبقى افضل بيتقال عليها كده ان انا اقدر اتعلم منها الخبرات اللي حصلت في البيزنس ده، فاقدر اطلع منها حاجه اسمها الكويك وينز، اللي هي الحاجات اللي اقدر اعملها سريعه اقدر استفيد بيها في البيزنس. بيتقال عليها كمان، عارف انت لما يكون في شجره فيها ثمره واقعه زي مثلا التوت او النبأ او الحاجات الحلوه دي، بيتقال عليها اللو هانج فروت، اللي هي فكره ان انت شجره فيها ثمر تقدر تقطفها بسهوله وانت ماشي. ده بيتقال أيوة. عليها لما يكون معاك هيستوري داتا، اقدر اطلع لك اللو هانجنج فروت او كويك وينز، اقدر اشغلك دلوقتي بنتائج كويسه، وبعد كده نبتدي نفرش بقى ماب اوت ونفصص. حلو. طيب، انت مقتنع انه الميديا باينج بعد ما انت دلوقتي يعني مؤمن بفكره الجروث هاكينج وبتعملها وبتطبقها وبتنفذها كسوليوشن كامل، انت مقتنع ان لحد دلوقتي لسه البرفورمانس ميديا باينج ليه تاثيره؟ وازاي اعرف ان انا كبزنس اونر انا عايز اعرف دلوقتي انا في انهي مرحله؟ انا في المرحله اللي محتاج فيها السوليوشن الكامل بتاع الجروث هاكينج عشان اسكيل، ولا انا محتاج البرفورمانس ميديا باينج؟ اوه طيب، هي دي فيها تخبيط في حاجات كتير. ليه؟ لان انا خبط خبط جامد. طيب هقول لك ليه لان انا زي ما خبط قلت لك. عشان اقول لك على حاجه بجد والله، الناس بجد هتنتفع ان شاء الله من ده، ان شاء الله. وبجد هتبقى يعني. انا عايز اقول لك على حاجه، مش عايز اقول يعني، مش عايز اعمم، بس يعني الغالبيه العظمى بتبيع حاجات باسامي خدمات مش موجوده. يعني انت فاهمني، يعني في ناس بتقول انا بعمل حاجه معينه، الحاجه دي اصلا مش موجوده، هو مش حد بيعمل كده. صح. يعني انت هتاخد سيرفيس وهميه وهتدفع فلوس، وفي الاخر هترجع تقول انا ما استفدتش حاجه. فاهم قصدك. طيب خليني افصص لك اللي انت قلته ده. طيب لما اجي ابدا في حته ان انا جروث هاكينج وكسيرفيس، انا ما ينفعش اختزلها في ميديا باينج. الميديا باينج هي اكتيفيتي من الاكتيفيتيز اللي قد تكون مفيده للبيزنس بتاعي دلوقتي. فما ينفعش حد بيقول لي انا جروث هاكر او انا جروث استراتيجيست او انا شغال في حته الجروث، واروح اخد منه خدمه في 3 دقائق خالص، ولا ان هو يقول لي انا هعمل لك الكلام ده في شهر ويديني بلان يشتغل عليها من غير ما يسمع مني ولا يشوف داتا قديمه.
في من ضمن الحاجات اللي تكتشف بيها او تتعلم ثانيه منها. واحده، من غير ما يسمع مني اه ولا طبعا. يشوف داتا قديمه. بالظبط، لان هو الجروث هو زي ما قلت لك مش عصايه سحريه. بص اغلب الناس بيعمل ايه، يقول لك يا باشا انا اندستري دي انا فاهمها، وانا هعمل لك جروث مثلا عندك عياده اسنان، انا هعمل لك جروث في العياده بتاعتك. طيب يا باشا الجروث انت تعمله هتعمل ايه؟ هعمل اعلانات. فانت كده هو ده اللي انا اختزلت. عايز اقوله، هي دي مش دي سيرفيس وهميه، انت بتقول لي حاجه وهميه مش هتحصل. خالص، بالظبط، هي دي عشان النقطه. كده عشان كده اقول لك على حاجه، بمناسبه المثال اللي انت ضربته. انا قعدت قبل كده ككونسلتنت مع حد بيمضي عقد مع شركه، وانا رفضت وبوظت العقد. عارف ليه؟ بيشترطوا عليه انه يدي 6 شهور. فانا قلت له عارف، وهم قاعدين والله، قلت له عارف ليه هم بيشترطوا عليك انك تمضي 6 شهور وتديهم شيكات بال5 شهور الباقيين؟ عشان هم عارفين كويس قوي ان انت كده كده بعد 6 شهور هتسيبهم، لانه اللي هم بيقولوا ده مش حقيقي. يعني هو هيحصل، عارف ايه؟ اما صدفه وضربت معاك عشان انت اصلا يعني انت الماتيريال قويه جدا، فانت قومت الموضوع بالبيرسونال براند بتاعك يعني كدكتور، او ان الموضوع باظ فاحنا خدنا 5 شهور تانيين وسلام مع السلامه. بالظبط، الله ينور عليك. فهي دي النقطة، ان هو الاختزال بتاع الجروث في ان هو اكتيفيتي معينة او ان هو اكتيفيتي سريعة معينة، ده مش صحيح. الجروث ده يعني دايما الناس، اي بزنس اونر يفكر ان الجروث ده هو جروث البيزنس. يعني في حاجه كده بيتقال عليها بروكسي متريك. عارف كلمه بروكسي؟ فالناس بتوع الاي تي، البروكسي ده عباره عن ايه؟ هو سيرفر وهمي، هو سيرفر الناس بتوصل له علشان يوزع الترافيك على المواقع التانية، وبعد كده يجيب لك اللي انت عايزه من المواقع ويجيبها لك. البروكسي ده زي سيرفر في النص كده. انت بتطلب مثلا يوتيوب، فالبروكسي ده بياخد كلمة يوتيوب عنده، وبعد كده يروح يجيب اليوتيوب يجيبه ويجيبه لك. هل وصولك للبروكسي هو الهدف؟ لا، انما لا، الهدف يوتيوب هو هو اللي. اليوتيوب نفسه. فدي بيتقال تمام، صح. عليها بروكسي متريك. ساعات بيبقى الناس بتجري ورا ديجيتال اوبجيكتيف، اللي هو ايه؟ بص زود لي فولورز، زود لي الفانز، زود لي الترافيك بتاع الويب سايت. ما هو يا معلم دي اسمها بروكسي متريك. الهدف بتاع الجروث هو بيزنس جروث، مش ان انا اعمل لك سوشيال ميديا جروث. ده مش الهدف خالص. فهي دايما الروشته بتاعت الجروث، لما نيجي نتكلم عن الروشته، تعالى يا باشا هتقعد مع حد بتاع جروث، لازم يفتح بطن الشركه ويفهم كل الكلام ده ويشوف الهيستوري لو انت قديم، ويقول لك اكسبيرمنتيشن لو هو جديد. لو البيزنس بتاعك جديد يقول لك والله انا هعمل اكسبيرمنتس 1 2 3 علشان اطلع الارقام اللي انت عايزها تحقق لك الجروث بتاعك. يعني مثلا ما ينفعش مثلا اقول لواحد لسه جديد ولسه بادئ والكلام ده كله، من حاجات الجروث اكسبيرمنتس اللي انا هعملها لك، انا هعمل لك اعلانات. طب معلش، ما هو ساعات الراجل ده ما يكونش مش عايز يعمل اعلانات، هو ممكن عايز يفاليديت اللاندنج بيج بتاعته، عايز يفاليديت اصلا البرودكت بتاعه. يعني في حاجه كده في الجروث برضه اسمها برودكت ماركت فيت. يعني ايه برودكت ماركت فيت او بي ام اف؟ فكره ان انا البرودكت بتاعي هو اصلا عليه ديماند ولا لا. دي حته من ضمن الديوتيز بتاعت الجروث، هو المفروض بيعملها بغض النظر عن الميديا باينج والبرفورمانس والديجيتال. انا يعني ممكن انا ممكن اكون جاي لك بمنتج اصلا ملوش سوق اصلا، بالظبط. اللي فانت هو انت تقول لي والله يا باشا، هتجروس هاك ايه بالظبط؟ هديك مثال والله العظيم، مثال في الجون. جالي واحد من يلا. تركيا، بين تركيا، بتاع شركه لوجيستكس والكلام ده كله. الراجل ده قال لي ايه؟ والله احنا بنبيع لوجيستكس وعندنا حاويات وكونتينرز والكلام ده كله، وجبت شركات ديجيتال اشتغلت معاها كتير قوي وشغاله معايا ومش عارف ايه، ومحدش عارف يجيب لي الليدز البي تو بي اللي هو يشتري مني حاويه او يأجر مني حاويه من والى. ففي حته كده برودكت ماركت فيت. طب هو حضرتك بتعمل او الشركات اللي قبل كده عملت اعلانات فين؟ فقال لي والله اعلانات من جو على تركيا. قلت له ما حضرتك اللي عايز يشتغل هو حد يا اما تاجر بره تركيا عايز يعرف الشركات اللي في تركيا، فانت اصلا الماركتنج غلط. طب هل البرودكت بتاعك في انهي دوله من الدول؟ اكتشفنا بعد كده بعد شويه اكسبيرمنتس ان المانيا، اوكرانيا، مش عارف شويه دول معينه هي دي اللي هتطلب السيرفيس بتاعته. فاللي هو في حاجه اسمها برودكت ماركت فيت. اتاكد ان البرودكت بتاعك مطلوب في بلاد معينه بحاجه اسمها اودينس مابنج معين. ساعتها والله تعالى نحط بقى ديجيتال، تعالى ساعتها نحط ديجيتال بلان، نشوف والله نعمل ايه في الديجيتال عشان نماركت للناس دي. لان ساعتها هتعمل بالالماني وهتعمل مش عارف بالاوكراني او بالروسي. فاللي هو ما هو ساعتها انا حددت بعد ما عملت الاكسبيرمنت بتاع برودكت ماركت فيت ولا لا. انما ما ينفعش اقول لك والله انت لوجيستيك عندي هنعمل ديزاينات فيها شويه طيارات على شويه حاويات ويلا بينا نطير الدنيا يا معلم. فاهم هو ده قصدي؟ المشكله ان انت بتتكلم عن السوق، يعني مش عايز بقى اعمم، بس يعني هو معظم الناس بتعمل كده، هو ده اللي بيحصل. انا كبزنس اونر انا احتكيت كتير بديجيتال ماركتنج ايجنسيز، كلهم بيتكلموا نفس الصيغه دي.
تعالى هعمل لك 20 بوست و30 ريل وهنعمل ديزاين فيه كذا ولون ازرق وفي احمر ودي اللي مش عارف ايه ايه. يا ابن طب عمي؟ وبعدين اللي هو احنا يعني فين الفلوس في الموضوع ده؟ يعني انت اللي هتاخد فلوس، انا مش هاخد فلوس انا كده مش بالظبط. هاخد ولا سنت فلوس. لا لا، قال لك هنعمل اويرنس. اويرنس. لا وفي 3 شهور، ال3 شهور دول احنا لسه بنجرب ولسه بنظبط ولسه بنقرا داتا وبتاع، ان شاء الله بعد 3 شهور هتلاقي النتائج جت بقى. فاللي هو ايوه، انت اصلا في ال3 شهور دي بيبقى نفسيتك اتدمرت. اللي هو انا كرهت البيزنس وكرهت. وبعدين انت يعني بحس ان هو ايه، بتجري ورا السراب يعني بجد، بيبيع لك هوا وانت مش عارف ايه ده ومش عارف تمسكه في ايدك، ودايما عنده عذر لو انت زنقت وقلت له لا احنا ما حققناش نتائج وحصل كذا كذا وانا مش عارف، يقول لك ثانيه واحده الميديا بتاعتك فيها مشكله، المنتج بتاعك تسعيره ومش عارف ايه، في منافس في السوق ضارب السعر. طب ما انت المفروض الحاجات دي كلها عملتها قبل ما تشتغل معايا اصلا. الله ينور عليك، بالظبط. فين بقى الريسيرش بتاعك؟ يعني هديك مثال، ممكن يكون مثال كونفيدنشال شويه، بس هقول الحاجات اللي اقدر اقولها. ففي مثلا جهه معينه شغال معاها، فالجهه دي قبل ما اشتغل فهم كانوا شغالين مع حد قبلي. فالجهه قالت لي والله بص ادي النتائج بتاعت اللي قبلك وده البتاع، يلا اشتغل. قلت له والله الاندستري دي بالنسبه لي جديده، فهل هو عمل ريسيرش؟ يعني اديني ريسيرش، عايز اتعلم. قال لي ريسيرش؟ هو في حاجه كده اصلا؟ ف احنا جينا اشتغلنا كده بالصلاه اه على النبي على والله طول. عايز اقول لك والله. طب قلت له والله بص انا عشان اعمل حاجه زي كده لازم اجيب اندستري اناليسيز وبتاع. فقال لي لا لا ده حوار كبير. طب بص روح اعمله وقول لي هتعمل ايه. فرحت دورت في ستاتيستا ورحت اجرت واحد من اب وورك جاب لي اندستري ريسيرش ومش عارف ايه، بحيث ان انا اشوف الماركت ده بيتكلم عن ايه. طلعت الترندز والبوتنشالز وبتاع. اكتشفت اصلا من الاناليسيز او من الريسيرش اللي اتعمل ده ان السيزون بتاع يعني الشكوى بتاعت الجهه دي في حاجات معينه، لان هم اشتغلوا في توقيت غلط، اشتغلوا بصيغه غلط، كان الاودينس مابنج بتاعهم غلط اصلا. ليه؟ لان الماركت نفسه كناس بتنيبل وكناس مش عارف مش هم دول اللي هم كانوا شغالين على هيئه اعلانيه. طب يا جدعان ب 3 جنيه اناليسيز و3 جنيه ماركت ريسيرش محترم، انت هتعرف الكلام ده بمناسبه انت ما عندكش هيستوري داتا او الهيستوري داتا عندك كانت غلط. فاهم قصدي؟ فهي الفكره ان مش شويه اكتيفيتيز ديجيتال هي اللي تظبط الدنيا خالص. انت لازم يكون عندك فعلا انت قاري في داتا. لو داتا ما فيش داتا قديمه، في ماركت ريسيرش انت بتعمله. فهي دي البوينت ان الناس ممكن بتغفلها، ان الجروس عباره عن دايجنوزس. انت جاي لي علشان اشخص لك المرض، علشان نعالجك، علشان تبقى كويس وصحيح وشغال وبتوبريت ومش بتقفل شركتك كمان 3 4 شهور. لا انا موجود علشان اساعدك في ده. انا مش موجود علشان يلا بينا المعك وانت راجل كفران ومضروب ووشك كله كدمات، هلبسك قميص وبنطلون وانزلك تحضر فرح. ما هو شكلك اصلا مخبوط يعني، فاهم؟ ما ينفعش. فهي مش لوجيك. فهو ده اللي بتكلم عليه، ان هي الجروث مش عصايه سحريه. هو عباره عن شويه اوبريشنز وتحليلات وطبعا الجروث بتاعي هو اساسه الداتا. يعني لما اي حد حتى، خليني اقول لك حاجه برضو لطيفه. لما بعمل منتور شيب لحد عايز يتعلم جروث، اول حاجه ببتديها معاه وببقى ممل جدا معاه اللي هو تذاكر داتا. طب بعد الداتا اديله كتب بتتكلم عن الداتا. داتا اناليسيز يعني. داتا اناليسيس بالظبط، او اه. الداتا بشكل عام، ان هو الراجل ده يحط الداتا اولويه من اولويات تفكيره. لان انا ما ينفعش اتحرك بناء على ان الحاج صاحب البيزنس شايف. لا، الحاج شايف ده في البيت يقولها لابنه، يقولها لمراته، زودي السكر زودي الملح، ده في البيت. انما لما تيجي تتكلم عن البيزنس تعالى كلمني بالارقام. فده جايد لكل حاجه. طيب انا دلوقتي بتفق مع محمود زي ما قلنا او بتفق مع اي حد هيشتغل لي سوليوشن الجروث هاكينج عندي في البيزنس بتاعي. تمام. انت كده من كلامك انا فهمت ان انا المفروض اكون كلامي مش زي ما بيعملوا الديجيتال ايجنسيز او البيع الوهمي اللي بيحصل، هو انت هتاخد ديجيتال اكتيفيتيز كذا 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 30 بوست 20 ريل مش عارف ايه، هنعمل لك اعلانات ب 300,000 جنيه في الشهر، هنعمل مش عارف ايه، هنعمل الارقام اللي بيقولوها دي. لا، انا هتفق معاك على ميتريكس معينه وعلى ارقام معينه المفروض ان احنا نوصل لها، وانت وظيفتك كجروث هاكينج هتعمل ليه للارقام دي اناليسيس وتتاكد اذا كانت ينفع اتشيفبل ولا لا. ما ممكن تطلع انا مديك ارقام بهرج، صح مظبوط كده؟ مظبوط يبقى التعاقد بيننا المفروض يكون مبني على الارقام بتاعت النتائج اللي انت هتجيبها لي واللي انت هتتاكد انها اتشيفبل وان انا اقدر اعملها. مظبوط. طيب ده كده يعني اوفر فيو. الملخص سريع عن الجروث هاكينج، صح كده؟ ملخص انا حاسس ان سريع احنا في يعني ساعه. انا عايز اقول لك على حاجه، انا هتفرج على الحلقه دي تاني عشان بجد انا حاسس ان انا من كتر ما انا مركز في الاسئله والله العظيم بجد انا بستفاد منك جدا، الله يعني يعزك، ربنا الله ينفع يعزي بيك، انا والله. بجد بستفاد منك جدا.
وعشان خاطري يعني نكرر ده كتير، مش معايا بس، مع اي حد. انا عايزك دايما تتكلم، دايما تطلع عندك، عشان انت عندك كتير. وبحس انه يا عم في ناس تنانين، انا بجد. بخاف. عايز اقول لك والله، انا قبل ما اقعد بص يا معاك محمود، انا انا فتحت كام يهمني، بص برزنتيشن. بص. اللي هو طب انا افتكر. اقول لك على حاجه. بص هقول لك على حاجه. انا بالنسبه لي يعني المعلومه ممكن اخدها من محمود، وما اخدهاش من حد تاني، عشان انا شايف ان انا محمود متقبل طريقته، وعرضه اسهل في حاجات كتيره. فانت اللهم بارك عندك يعني مهارات التواصل حلوه جدا، الله يعزك. وبتعرض بسهوله. والموضوع عندك ما بحسوش معقد قوي، ما بحسش ان انا دخلت في حاجات مجعلصه وكلام كبير كده وبتاع. موضوع بسيط، واحنا بنتكلم اصلا عن جروث هاكينج، ده يعني كارثه، مش حاجه عاديه. فاحنا حتى لو اتكلمنا عليه في ساعه، فانا اظن ان يعني الناس هتنتفع جدا بالساعه الله دي، يعزك. وهتستفاد جدا. ده ربنا والله يبارك حاجه فيك. بسطتني والله كلامك ده، الله يعزك حبيبي والله. حبيبي، ربنا ينفع بيك. طيب احنا ممكن ننتقل من الجروث هاكينج دلوقتي للحته اللي هي هاو تو ليرن، اللي انت قلتها، وقلت الاستراتيجي اللي انت بتتبعها في ازاي تتعلم، ونربطها ببري تو ليد واختيار الكتب. والاول عرفنا بري تو ليد، لان انا بجد اتبسطت قوي لما قابلتك في الشارقه، الله واتبسطت يعزك. بالفكره نفسها. وشكرا على الايس كريم. كان جميل جدا، اتبسطت جدا. الله يبارك لك والله. فعايز اعرف يعني ريد تو ليد اصلا فكرتها جت ازاي، وانت عايز ايه، ايه الستار متريك بتاعك في ريد تو ليد بقى. يلا بينا. ماشي. طيب. قول لي انت عايز توصل لايه، و... عايزين نتكلم عن استراتيجيات ومعايير بتاعه اختيار الكتب، عشان المشكله دي انا وقعت فيها، وانت حلتها لي شويه برضو، كانت فاهم الدنيا قصدك. طيب بص يا سيدي، حلوه. انا ريد تو ريد ببساطه شديده جات لي الفكره. انا بحب جدا القرايه، وبحب جدا ان انا اقتني الكتب. يعني انا من زمان جدا انا يعني مثلا اي سفريه ليا دايما بقف عند الجمارك عشان الكتب اللي معايا. دايما. علشان انا عندي مشكله هو في جاي اه الكتب، كميه كتب اللي هو لا انت بتعمل ايه يا ابني بالكتب دي؟ انت لو تعالى بتبيعها لي هنا، تعالى. بالظبط. فانا بحب جدا الكتب، وعندي مشكله ان الاكسسبيليتي بتاع الكتب في مصر فيها مشكله، ان انت مش سهل تجيب كتاب في مصر، وتجيب كتاب اوريجينال كمان في مصر. فالفكره جت من هنا، ان انا عايز اسهل فكره. انا عندي كده سلوجان من ساعه ما بدات الشركه، وهي enhancing reading experience، ان انا احسن تجربه القرايه عند الناس. دايما بيبقى عند الناس مشكله، فكره ايه، مشكلتين حقيقه، غير مشكله ان هو مش عارف يجيب الكتاب نفسه. مشكله ان هو ما عندوش وقت ان هو يقرا، وان هو اشترى الكتاب وثمنه غالي، وان هو ساعات يكتشف ان مش هو ده الكتاب اللي هو عايزه. فالمشكلتين دول اتفضل. هي دي يعني، مش بس ثمنه غالي، والوقت اللي ضاع في قرايه الكتاب. الله ينور عليك بالظبط. فهنا ريد تو ليد اول ما بداتها فكرتها ببساطه. يعني أنا النهارده احنا عندنا 1300 ملخص كتاب بيزنس. انا بقى عملت ايه؟ انا بحب ما شاء جدا، الله. بحب كتب البيزنس. فبروح على، انا عندي تو ويب سايتس برجع لهم. عندي جود ريدز، وعندي امازون، اللي هو امازون كندل. انا عندي كندل بتاعي. فالاثنين دول بعمل ايه؟ بدخل كل شهر كده. بترشح الكندل يعني اختراع كويس، حاجه كويسه، ولا انت شايف ان عبقري هو مش؟ عبقري، انك بيبر، فبيوفر بطاريه، انا بيقعد معايا مثلا باسبوعين وانا بقرا فيه. عبقري جدا. وكمان بهايلايت. ما بيتعبش العين زي لا الايباد؟ خالص خالص، لا هو اصلا انك بيبر يعني، فهو الشاشه بتاعته مختلفه تماما، بتسيف باور، امم. وشكلها لطيف جدا في القرايه. طيب. فانا طيب. بعمل ايه؟ بدخل على جود ريدز وامازون كندل، كل اول شهر بشوف البيست سيلينج عليهم، اللي يعجبني منهم بعمل ايه. زمان يعني كنت بشوف الريفيوز بتاع جود ريدز، دلوقتي لا، بروح اجيب الكتاب، هديه للشباب نترجمه ونلخصه اللغه العربيه، وانزله عندي في البتاع، في الابلكيشن. احنا عندنا بنبيع الكتب مطبوعه، عندنا 60 كتاب مطبوعين في ريد تو ريدز. وعندنا الموبايل ابلكيشن اللي فيه 1300 ملخص كتاب بيزنس في انا كاتيجوري. هستاذنك في حاجه ان احنا يعني بعد الحلقه ما تخلص ان شاء الله وننزلها، عايزين تحت في الكومنتس نكتب بقى اللينكات بتاعت ريد تو ليد، مفهوم يا ولو باشا. حد عايز يتواصل معاك بخصوص الجروث هاكينج، ويعني خلي الحاجات دي كلها نحطها برضو، تبقى طب واضحه احنا للناس. هندفع الاعلان ده يا باشا، ولا مش يا هندفع؟ باشا، ده انا اتشرف والله، دي حاجه تزيدني الله وتشرفني. يعزك، الله يعزك، حبيبي. على راسي والله. طيب. فاحنا في ريد تو ريد ببساطه شديده احنا بنحاول ننهانس ريدنج اكسبيرينس. مؤخرا بدا البيزنس موديل بتاعي يتغير شويه، اللي هو انا الحمد لله عرفت اسورس الكتب الاوريجينال من بره مصر، من دي كي وبنجوين وهارفارد والكلام ده كله. فبقى عندي كمان الكتب البيزنس الاوريجينال. فعملنا ستور في مصر، وعملنا ستور في الامارات، وبنبيع الكتب البيزنس الاوريجينال، اللي هي الاوريجينال، موجوده عندنا على الستورز في انت مصر دلوقتي وبره مصر. متواجد في الامارات خلاص؟ انت موجود دلوقتي متواجد في الامارات في اهو. الامارات مظبوط. تمام. وفي مصر موجود؟ موجود بالظبط. احنا عندي ستور في مصر، اونلاين. وعندي الاثنين اونلاين. اونلاين، الاثنين اونلاين.
تمام. وبنحضر دلوقتي في مصر دار نشر كده، عشان احنا دار نشر عضو اتحاد ناشرين مصريين وعضو جمعيه ناشرين اماراتيين، فكمان بنجهز مكان في مصر كده كدار نشر، مكتبه بقى وليها ارفف وبتاع، وناس تيجي تقدر تشتري من حلو عندنا جدا. الكلام ده، فده بنحضره دلوقتي. طيب فريد تو ليد ببساطه شديده البيزنس موديل بتاعها قايم على enhancing الريدنج اكسبيرينس، ان احنا نحسن تجربه القرايه عند الناس. وعلشان كده بدأ كمان البيزنس موديل بتاعنا يتغير كمان شويه، اللي هو ايه؟ بص احنا الحمد لله عندنا ميزه ان احنا دايناميك جدا في ان احنا نادبت مع الناس. يعني دلوقتي بقى بنطلع برودكت زي حاجه اسمها ستارت اب جورنال، وده ان شاء الله يعني هيريليز خلال اسبوع او 10 ايام باذن الله، عباره عن قبل معرض كتاب القاهره اللي جاي. عباره عن ايه ستارت اب جورنال ده كتاب ينفع لاي شركه ناشئه. انت بتحط عندك، انا بديك جايد من اول تكتب ازاي الفيجن والميشن بتاع الشركه، تعمل بزنس موديل كانفاس، وبعد كده تعمل الفاليو بروبوزيشن كانفاس، ازاي تعمل جروس هاكينج، جايد كامل، شرح ومساحه فاضيه تقدر تنتراكت معاها وتكتب على الاجنده دي، تقفل الاجنده بعد ما تخلصها، بقى هو ده الجايد بتاع الشركه بتاعتك، تسميها ستارت اب جورنال مثلا فور دلني على السوق. فكده بقى عندك حلو. الكتاب ده الاجنده دي بتتكلم عن التراك بتاع دلني على السوق بكل تفاصيله، تقدر تدي الكتاب ده لاي حد عندك في الشركه يفهم الشركه هي بتعمل ايه وبتعمله ازاي بكل تفاصيل. فده برودكت من البرودكتس عندنا، ان احنا ازاي نجيميفاي الكتب. الكتب مش مجرد، في حاجة حلوة جدا أنا برضو كود كده بحبها جدا من الكتب، الكتاب مش مجرد هو شوية ورق أو شوية قصص عديت عليها وخلاص، لا، هو الكتاب عبارة عن تجربة وخلاصة تجارب شخص عدى 30 40 سنة من حياته في خبرات في حاجات معينة أنت خدتها في 10 دقايق من قرايتك للكتاب. انت متخيل حجم الخبره؟ انت كأن حياتك اتضربت في عدد الكتب اللي انت قريتها. يعني مثلا لو انت قريت 100 كتاب كأن حياتك عشت 100 حياه غير حياتك. انت متخيل العظمه؟ يعني انا بفكر فيها اصلا بحس قد ايه انا عندي نوليدج وعلم لناس. يعني مثلا من ضمن الكتب اللي بحبها جدا وبعيش معاها كأني عايش فيلم، مثلا كتاب بتاع كريستوفر فوس بتاع نيفر سبليت ذا ديفرنس، بتاع تفرق لا تقسم الفرق، لا تقسم الفرق. طيب الكتاب ده بيحكي عن ايه؟ نيفر سبليت ذا ديفرنس، كريستوفر فوس كان محقق في الاف بي اي اصلا، كويس. وكان الراجل ده لما بيحصل مثلا خاطفين في بنك مثلا او حاجه وفي رهاين، يجيبوا كريستوفر فوس نيجوشيتور يتفاوض مع الناس عشان يطلعوا الرهاين سالمين من غير اي مشاكل. فكريستوفر فوس كان اشطر واحد نيجوشيتور بيجيبوه في اي حادثه من حوادث الرهاين دي. فكريستوفر فوس عمل ايه؟ جاب كل طبعا طلع من الاف بي اي بقى اشتغل في البيزنس، فجاب كل مبادئ التفاوض اللي بتاع الاف بي اي حطها في البيزنس. ازاي تكسب ارض واحده ما بينك وبين حد تاني، ازاي تكسب اي نقاش، ازاي تتفاوض مع حد على حاجه في البيزنس. بس بيعمل ايه بقى في الكتاب؟ هو جايب لك قصص من البنوك، قصص مش عارف من الرهاين، وبيقول لك ايه، تتعاطف مع مع الخاطف، مش عارف تحكي له عن حاجه عنه، تلفت نظره لحاجه، تركز في تفاصيله، مش عارف، فاهم قصدي، تبص في عينه، شويه مبادئ كده، اللي هو تحس ان انت بتشوف فيلم اكشن بس بيفيدك في البيزنس. انت متخيل العظمه بتاع الكتاب؟ فانا في اعتقادي يعني ان كتب البيزنس انت كانك فعلا ضربت حياتك في عدد الكتب اللي انت قريتها، وخدت خلاصه حياه بني ادمين كتير في شويه ورق. انت متخيل العظمه؟ طيب فالفكره ان الكتب كقرايه، يعني انت مش متخيل حجم الكنز اللي الناس ممكن تكون بتتجاهله او بتتكاسل عنه. فكره ان انا اقرا كتاب فيه معلومه او فيه خبره كاتب انت بتاخدها في شويه ورق، فدي حاجه عظيمه جدا. وده اعتقد ده الموتيف اللي بيخليني دايما اجري ورا الكتب، ان انا اجيب كتب جديده، ان انا الخص كتب، ان احنا كمان اكسرسايز وتطبيقات للكتب على كانفاسز يعني ايه انت قلت مصطلح كده، قلت جيميفاي؟ طيب جيميفاي ان انت تخلي الكتاب انتراكتيف. ازاي تخلي الكتاب؟ يعني هديك مثال، في كتاب مثلا بنعمله دلوقتي عن الانتاجيه برودكتيفيتي. فالكتاب ده المفروض ان احنا عايز الناس تاخد خبره الكتب بتاعه البرودكتيفيتي، فانا جايب 20 كتاب من كتب البرودكتيفيتي. دلوقتي بننتج محتوى من ال 20 كتاب دول، ازاي تطلع منه بحاجه انتراكتيف تعملها في يومك. يعني مثلا انا هديك جايد. يعني انت عايز تقول لي مثلا ايه، اكتيفيتي، الله ينور عليك، ولا اكتيفيتي نموذج من الاكتيفيتي بيتعمل بشكل معين يعني، ولا؟ بالظبط، علشان تحقق او تاخد الخلاصه بتاعه الكتب دي. فدي حاجه مش موجوده النهارده. كل دور النشر او كل الناس تعمل ايه؟ تعالى اشتري الكتاب ده وخلاص.
ما انا هستفيد إيه من الكتاب ده؟ ما انا ممكن ادفع الفلوس وما باخدش حاجه، وممكن ادفع فلوس اصلا كتاب ما يعجبنيش او ما يكونش نفس التايب بتاعي. فهي دي النقطه اللي احنا بنعملها، ان انا بحاول الناس تاخد فعلا خلاصه الكتب، بحيث ان هو لا يتكلف فلوس وما يضيعش وقته واخد كل خلاصه. فده اللي احنا بنعمله في التوليد. هو انا شايف ان الاهم فعلا الوقت، لانه معظم الناس اللي بتسالني حتى انا، اللي هو ايه، انت قريت الكتاب ده قبل كده؟ عارف انت كلنا بنعمل الحته دي ليه؟ عشان مش خايف اشتريه واضيع وقت وفي الاخر يطلع مش هو اللي انا عايزه او مش هو المحتوى اللي انا عايزه. فحته الملخصات، وعجبني جدا الريلز اللي انت بتعملها ريد تو ليد. انا بحس ان انا خدت يعني اللي هو ايه، انا الكتاب كده انا فهمت هو بيتكلم عن ايه، فلو انا هاخد القرار هاخده بناء على الكلام اللي جامد. انت قلته في الريل اللي بتقولها دي. بجد كمل في الموضوع ده، لان هو بجد رائع رائع ومفيد جدا. وبعدين انا من الناس اللي بحب اشوفك كنت بتتكلم، يعني بحب شرحك سهل وسريع كده، اخويا. فبتوصل لي المعلومه بتاعت الكتاب، والله العظيم ربنا يبارك فيك وينفع والله. بيه. فبحس ان انا ايه اللي هو، انا كده عرفت اللي فيها. عاجبك تمام، مش عاجبك يبقى الكتاب ده مش هو ده اللي حلو. انت عايزه. ماشي والله، لا طيب كمل انت ان شاء الله، حمستني جدا. ال انا حاسك يعني ايه، بتعمل الموضوع بحب بجد، يعني بالذات الموضوع ده حاسه فيه شغف اصلا يعني. تمام. طيب، الستار متريك بتاعك انت عايز توصل لايه بريد تو ليد؟ انت عايز تسهل على الناس انها تقرا، ولا في حاجه ابعد من كده؟ بص، هو انا هدفي النورث ستار بتاعي اللي بجري وراه ان انا اكون ريفرنس لكتب البيزنس في الشرق الاوسط. يعني لما حد عايز يقرا كتاب او يتعلم عن كتاب او يطبق حاجه من كتاب، لان انا برضو عايز اخد الابلكيشن، فكره ان انا التطبيق بتاع الكتب نفسها يكون برضو من عندي. ان انا اعمل كانفاس للماركتنج، اعمل كانفاس للسيلز، اعمل كانفاس للبرودكتيفيتي، للمانجمنت، للليدرشيب. عايز اعمل كانفاس لكل حاجه، عايز ان انا ابقى خلينا ريفرنس. بس نوضح للناس، الكنبس ده هو ستراكشر ممكن بتبني فريم جواها ورك. الحاجه نفسها وتطلع كانه، بريزلت في الاخر الله والنتائج، ينور صح عليك، كده؟ كانفاس ده كانه فريم ورك ممكن كده. تقول ده زي اذا كانها كانها معادله، او كان صح كده عشان بس الناس بص، تبقى فاهمه. هديك مثال. يعني مثلا لما نيجي نعمل بيزنس موديل كانفاس، في حاجه اسمها مشهوره جدا اسمها بيزنس موديل كانفاس. بيزنس موديل كانفاس ده من سبع انا زي حاجات ما قلت لك، انا بحاول اتعامل مع الناس ان هو ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع، عشان بس ايه. فاهم قصدك، فاهم قصدك. حلو. فمثلا لما بيتكلم عن خلينا حتى مش بيزنس موديل عشان مبقاش الموضوع صعب. لما يجي يتكلم مثلا عن الفور بيز او 7 بيز بتوع الماركتنج، فيقول لك مثلا ايه، ان انت عشان تطلع تعمل ماركتنج مظبوط، فلازم يبقى عندك بروموشن وبليس وكل الكلام ده. فهي الفكره ان الكانفاس هو تبسيط للعلم، بحيث ان هو يبقى تطبيقي فتعرف تطبق عليه كويس. فلو عايز مثلا تعمل ماركتنج، تعمل تسويق للمنتج بتاعك، يبقى عارف ان انت عندك حاجه اسمها 4 بيز اساسيه، 7 بيز لو انت عايز تعمل حاجات اكتر زي الابديت بتاع كوتلر وبتاع. عايز تعمل بيزنس، تنشئ الشركه بتاعتك، فلازم تعرف ان في حاجه اسمها بيزنس موديل كانفاس، اللي بتحط فيها مين الشركاء بتوعك، هتكسب منين، هتكسب ازاي، مين الناس اللي التولز اللي بتستخدمها، المصاريف اللي بتصرفها. فاللي هو دي اساسيات. فالاساسيات دي اتعرفت منين؟ اتعرفت من الكتب. فانا اللي انا هدفي ان انا فريد تو ليد، ان انا ابقى بوصله التطبيقات للكتب في الشرق الاوسط. ان الناس لما حد عايز، عارف انت فكره عايز نوك يروح لرايه، عايز بيزنس روح لريد تو ليد يعني. عايز تعرف في البيزنس روح لريد تو ليد. هيحصل باذن الله، هيحصل عشان انت باذن الله بتعمل الحاجه دي بحب. الله يعزك. والموضوع بالنسبه لك ما هوش بيزنس. انت لا، انت باصص له بص ابعد من كده، الله فده باذن يعزك. الله يعني ربنا ينول لك مرادك ان شاء الله وينفع بيك. الله وده يعزك. حاجه هتضيف للناس بجد، يعني انا مبسوط منها جدا. ده شرف ليا والله، الله طيب، يعزك. انا مش عايز اطول عليك عشان الحلقه ما تبقاش طويله عليك وعلى الناس، ولكن انا حابب ان انت اولا تدينا شويه نصايح. يعني اول حاجه نمسك حته الجروث هاكينج اللي اتكلمنا فيها. نصيحتك ليا كبزنس اونر، اختار، احنا قلنا تختار ازاي وتحط الميتريكس ازاي وكل حاجه. ولكن انصحني اي نصيحه كبزنس اونر انت شايف انها مفقوده عند معظم البيزنس اونرز في موضوع الجروث هاكينج والميديا باينج عامه، والتعاون مع الديجيتال ماركتنج عامه ايجنسيز. طيب، في حاجه كده لطيفه جدا. بص، زي انت ما قلت اكيد لك. بتقعد في استشارات وبتشوف بيزنس اونرز كتير وفي مصر وبره مصر، فانت شايف ايه الحته اللي المفروض تبقى فينا واحنا المفروض نهتم بيها اكتر؟ بص، انا دايما عندي مشكله مع اي حد بيزنس اونر، ان هو بيفرض احساسه وبيفرض معتقداته على البيزنس. بمعنى ان دايما البوصله بتاعته ان هو شايف، ان هو سمع، ان هو حاسس. فدي حاجه معتقد خاطئ جدا. دايما البوصله بتاعت الناس لازم تكون الداتا. لما تيجي تتكلم قول لي والله انا عايز اعمل رقم، احقق الرقم الفلاني. خلي بالك انت بتخبط فيا. والله ابدا. بس فعلا انا بقعد مع الناس بهجلط، اللي هو يا عم قول لي انت عايز تعمل ايه يعني. اللي هو انت حاسس، لما مثلا نقول هنعمل حاجه الفلانيه،
لا والله انا شايف ان هي ليه، شايف يا حاج، ما تعالى نجرب وبعد كده نطلع نشوف هتنفع ولا مش هتنفع. فزي ما بقول كده دايما لاي حد، ابوها اكسبيرمنت. يعني لما تيجي نتكلم عن حاجه ابوها ايه؟ ابوها تجربه. تعالى نجرب وبعد كده نحكم على التجربه اللي في ايدينا. فاللي هو ما ينفعش اي بيزنس اونر ياخد اي قرار من غير ما يكون عنده تحت ايده داتا او ارقام. فدي حاجه مهمه جدا. ومش اي ارقام بالمناسبه، يعني مثلا استنى، برضو في حاجه لطيفه جدا من الكتب المؤخرا قريتها، كتاب اسمه كولينج ابول شيت. ايه كولينج ابول شيت ده؟ بيحكي عن ان هو حتى ايفن لو انت راجل بتاع داتا وبتقرا داتا، ساعات بعض الباترنز بتاعت الداتا ما بتبقاش حقيقيه وبتكونفيوز الشخص. هديك مثال. مثلا لما اقول لك مثلا ان البلاد زي مثلا السويد وسويسرا هي اكتر بلاد بيبقى فيها ناس حصلت على جائزة نوبل، هي نفس البلاد اللي بيبقى فيها شوكولاتة حلوة. المنطقي الباترن هو كده، احنا عندنا باترن ان هو ان الشوكولاته بتساعد بتزود ذكاء الناس، فالناس بتاخد نوبل. ده الطبيعي، ده الباترن الطبيعي. انما الباترن الخفي اللي الناس ما تقدرش تربطهم ببعضيهم، حاجه اسمها ان البلد دي فيها فلوس، ففيها فلوس البحث العلمي، فالناس بتصرف على البحث العلمي وبتصرف على الشوكولاته. يعني اكيد كواليتي الشوكولاته لازم تكون حلوه. زي مثلا باترن تاني من الداتا بيقول لك ايه؟ ان كل في البلاد اللي بيزيد فيها معدل لما نسبة الناس اللي بتغرق في الصيف بتزيد اول ما بيزيد استخدام الايس كريم او استهلاك الايس كريم. فيقول لك ايه؟ ان اللي بياكل ايس كريم بيغرق. منطقي. لا، انما بيقول لك لا، العلاقه بينهم هي ايه؟ ان الصيف، ان الناس بتنزل البحر، فلما بينزلوا البحر بيحصل حوادث غرق كتير. ما بيحصلش في الشتاء ليه؟ لان الناس ما بتنزلش البحر في الشتاء، وفي نفس الوقت الصيف ناس تاكل ايس كريم. هي في هنا علاقه بين الاثنين، بس علاقه مش سببيه، بس علاقه بين الاثنين. فساعات بعض الداتا الناس بتشوف الداتا بتاخد قرارات بناء عليها، بيكون الباترن اللي هو شايفه مش حقيقي. فساعات انت بتحتاج متخصص يقول لك والله ان اللي حضرتك شايفه ده، الداتا اللي حضرتك شايفها دي هي داتا فعلا مظبوطه، بس الداتا دي لا تقول للقرار معين انت هتاخده، القرار ده غلط. لان العلاقه بين الرقمين دول مش علاقه سببيه، لا، اللي هي بيتقال عليها الكولريشن والكوزيشن في البيزنس. فساعات حتى ايفن بعض الحاجات انت بيبقى عندك الداتا قدام عينيك وبيتاخد عليها قرارات غلط. ليه؟ لان انت ما عندكش الخبره الكافيه اللي تحكم بيها على الباترن اللي قدامك. برضو الشاهد عشان ما توهش اللي بيسمعنا، ان الداتا هي البوصله، ومش اي داتا هي بوصله. ساعات ان الداتا بتكونفيوز، فانت محتاج الاول زي ما قلت، هي ترابيزه الفطاطر دي. خلينا نثبتها في الحلقه دي. ترابيزه الفطاطر دي عمرك ما تنساها. حط كل حاجه قدامك على الترابيزه دي، ومابنج اوت، افردها وشوف والله هو بتبدا فين بتخلص فين، الداتا دي بتاثر على ايه، شوف الباترنز بتاعتها، ساعتها تاخد قرار صح. في اخر حاجه كمان نصيحه اقدر اقولها: يا ريت تقول. تحديد الاولويات. من ضمن المشاكل الكبيره جدا في اي بزنس تحديد اولويات المترك بتاعته. بمعنى في كده زي برضه تريننج بيتعمل في الشركات، بس طبعا في شركات خلقها ضيق يعني. في تريننج كده اسمه الجروس تكنيك. جروس مش جروث، جروز، اللي هي ايه؟ GROWS. طيب اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن انت تجذر انفورميشن، اللي هي جاذرنج ايديا. فدي اول واحده. وبعد كده ار اللي هي جاز جروز برايترايزنج الحاجات دي، رانكينج ايديز. وبعد كده دبليو ان انت تعمل تو ورك اند اكسكيوت. وبعد كده اس اللي هي ستراكشرنج. في مابنج كده، انا ممكن حتى والله نسيته من البتاع. بس هو التكنيك ده عباره عن ايه؟ عباره عن 5 خطوات. ان انت تاخد كل الافكار اللي انت عندك او كل الحاجات الاحساسات اللي انت عايز تقولها وعايز تنفذها، تعمل لها مابنج وتحدد اولوياتها. وبعد كده تقول والله اوت لاين اند اكسبيرمنت اللي هي الاو في البتاع. وبعد كده اس اللي هي الاستراكشرنج والاتريشن. طيب الهدف من هنا ايه؟ ان الناس لما تيجي تحدد اولوياتها بناء على التارجتس اللي هي عايزه تحطها او النص ستار اللي هي عايزه تحطه. او معلش انا اتلخبطت في الحته اللي فاتت لان انا ما كنتش محضرها بالمناسبه، بس جت فكره. عادي خالص، دردش براحتك عادي. بس تحديد الاولويات مهم جدا في اي بزنس. ان انا اقول والله انا هدفي ان انا اعمل في اديك مثال عملي في الحته دي. ساعات بعض البيزنسز يقول لك ايه؟ انا عايز نمبر اوف اوردرز كتيره جدا دلوقتي تحصل في البيزنس او الشهر ده يحصل في البيزنس. بس يا معلم انت عندك مشكله، ساعات بيبقى ما عندكش اصلا البرودكتس اللي موجوده في المخزن اللي تقدر تبيعها. يعني انت هتبيع ايه؟ ما هو مش موجود. ولو عقبال ما تسورس اصلا الفولفيلمنت ريت بتاعك هيقل لان انت ما عندكش الحاجه، فتاخر على الناس ما حدش هيستلم.
فساعات بعض الاولويات ان انت لا تعالى طيب قول لي عايز الكباستي بتاعتي، تعالى نحددها بان انت تجيب نمبر اوف اوردرز، وبعد كده تروح تستوك من الحاجه بتاعتك تسكيور بيها نفسك. وبعد كده اصلا ممكن ما يكونش عندك ستوك وعندك نمبر قوه ان انت تعمل نمبر اوف اوردرز، بس انت ما عندكش كول سنتر ولا كاستمر كير اللي هي يفولو اب مع الناس ويعمل كونفirmation. فده ممكن ياخر، فبرضه ياخر تسليماتك، فبرضه الفولفيلمنت ريت بتاعك يتضرب. فبعض الحالات بيكون ان انت تحديد اولوياتك في البيزنس بتاعك مهم جدا، علشان ما تخيش بتلاقي نفسك والله لا انا معايا كل حاجه. ساعات بعض الناس ما يبقاش عارف اصلا الكباستي بتاعت البيزنس بتاعه، فيبتدي يسكيل لغايه ان هو السكيلينج ده بيخسره مش بيكسبه. فهي تحديد الاولويات مهم جدا. طيب تحديد الاولويات ده قبليه حاجه تانية اللي هي الداتا. فانا عندي داتا وارقام، وبعد كده بحدد عليها الاولويات. ما ينفعش احدد اولويات قبل ما يكون عندي داتا او ارقام او هيستوري. فانا عندي داتا وبعد كده تحديد اولويات، وبعد كده ببتدي بقى احط بقى الشغل بتاعي اللي هو ديجيتال بقى اوبريشن، شوف انت عايز تعمل ايه واعمله. بس هي مهم جدا ان اصحاب البيزنس دايما الارقام هي البوصله بتاعته، وبعد كده تحديد اولوياته دي البوصله الثانيه، وبعد كده تشتغل كل حاجه هتمشي تمام. طيب انت بترشح انه انا كبزنس اونر ممكن استخدم سيستمز سوفت ويرز زي زوهو، زي الحاجات اللي هي بت سي ار ام يعني، والحاجات اللي بتاناليس الداتا وبتطلع داتا دي، ممكن تبقى مفيده ليا ولا؟ طيب هقول لك حاجه يعني حلوه جدا. هل دي تفيد الجروث هاكينج وانت بتشتغلوا؟ يعني انت لو انت داخل عندي وانا مثلا بستخدم سيستم زي زوهو او بستخدم حاجه شبه السيستمز دي، هل ده يفيدك؟ ولو يفيدك في سيستم افضل من ده ممكن تستخدمه طيب معايا يبقى افضل؟ بص، خلينا نتكلم بكل صراحه. فكك من اي سوفت وير ومن اي بزنس. الهدف عندي تعالى نستيك على شيتس، تعالى اشتغلني بالشيتس ما عنديش مشكله. بس في الاخر اللي هي مايند سيت. يعني في الاخر لا. لا انا بقولها مش عشان ده اللي لازم تعمله، لا انا بقول لو انا هقدر ان انا اسهل على محمود هيجي يشتغل لي وندير حته الجروث عندي، فانا هقدر اعمل حاجه تسهل له الداتا القديمه لا فيقدر يشتغل معايا بسهوله. اديني الداتا على ورقه، بس داتا حقيقيه. الفكره زي ما قلت لك، هي الفكره ببساطه ان انت تستك تو بيزكس. انا يا باشا قول لي والله البيزنس بتاعي بيتضرب بكذا، وشغال باكسل شيت، شغال بدفاتر، تعال نطلع الكلام ده ونحلله. انما ما يكونش مثلا الداتا غلط، لا طبعا. الداتا متفيكه، ده طبعا غلط. انما ما يكونش اصلا انت حاطط اولوياتك ولا عارف الداتا بتاع دي، ده مشكله. انما الداتا ما شكلها عامل ازاي، اديني الداتا على ورق الاحمر، يعني هنعرف نشتغل. يعني عايز اقول لك والله العظيم انا من ضمن البيزنس، يعني حد كان سيتويشن معين انا اديت خدتها منه في ورقه وقلم في اجنده. كان هو حاج طبعا، حاج من الناس الاولد سكول وبتاع. اداني داتا على ورقه بس دماغه دفتر. الراجل اداني الداتا، رحت عملت عليها اكسبيرمنتس وايكويشنز، رجعت له قلت له يا حاج بص احنا هنعمل كذا وكذا وكذا. قال لي ده صح ده صح ده غلط ده مش هنعمله. قلت له خلاص يا حاج تمام، هو صح الراجل. البيزنس في دماغه. فاللي هو ساعات بيبقى الداتا ممكن تاخدها على ورقه عادي، بس في الاخر باخد داتا سليمه ببني عليها ستراكشر صح، الراجل فاهم وعايز ايه، انا بجري وراها بس خلاص. فول ستوب. حلو قوي. حلو. طيب دي نصيحه ما شاء الله يعني كامله وكفيت الله ووفيت، يعلم. ربنا يبارك فيك يعني وينفع بيك. طيب انا حد من يعني القرايه بالنسبه لي موضوع يعني مش احسن حاجه. بحب اكتر ان انا اسمع الكتب، الكتب المقروءه يعني. انت شايف ان ده بيدي نفس الفايده، ولا القراءه في حد ذاتها ليها اثر اكتر من ان هو يعني بص انا تسمع مع. الكتاب او تعرف ان في الكتاب بيتقال ايه يعني خلاص؟ طيب انا اللي انا هقوله ده من باب الهبد، ليس له علم وليس له. بص انا بحب الهبد جدا. طيب انا في اعتقادي ان القراءه بتخلي الانجن بتاع دماغك يبروسيس المعلومه بشكل اوقع وبتثبت. انما لما تيجي تسمع المعلومه، انت كانك حد قال لك قصه مثلا في نص اليوم، فاللي هو تمام تمام زي الفل انبسطت وانا بسمعها. انما يا اما نسيتها يا اما حصل ان انا الفت عليها حاجه. انما الحاجه المكتوبه ما بتتغيرش. يعني الحاجه المكتوبه قريتها دلوقتي وقريتها كمان شويه ومش هتتغير، وعارف مكانها، اقدر اعمل لها هايلايت، اقدر اشيرها ما بين ديفايسز. فالحاجه المعلومه المكتوبه ده بالنسبه لي افضل في الاستيعاب حتى. يعني انا لما يعني انا من ضمن الحاجات اللي بعملها عندي الفواصل الملونه. عندي ستيكي نوتس كده بحطها جوه الكتب. عندي الكتب نفسها بكتب بهايلايت لو كتاب خلاص مش هيطلع بره المكتبه بتاعتي، عادي جايب هايلايتر وبهايلايت. فمتعه والاستيعاب بتاع الكتاب الورق هو او كتاب الديجيتال غير خالص ان انت تسمعه. انت تسمعه، طب انا سمعته فين؟
طب انا اعلم على انهي صفحه؟ ما انتش هتعرف تعلم، يعني هو كتاب بيتقري، انت عارف انت هيبقى بتعامله معامله القران طبعا، بس مش كده يعني. بس هي فكره ايه؟ السوره، الايه الفلانيه، الصفحه الفلانيه. يعني مثلا من ضمن حاجات في سوره هود هو مثلا. احنا اه في اتفضل. القرآن وانت بتحفظ دايما يقول لك احفظ من نسخة واحدة، عشان انت عقلك بيعمل بروسيسنج كده للصورة والآيات، فبيحط كل آية في مكانها، فبتبقى عارف ان انا الآية دي على شكرا. اليمين فوق، الآية دي شكرا. على الشمال تحت. شكرا. ايوه. شكرا. يعني من ضمن الحاجات مثلا، انا بحب جدا سوره هود، علشان فيها القصه بتاع سيدنا نوح وابنه ومش عارف ايه وبتاع. فمثلا لما باجي اسمعها ببقى عارف هي موجوده، لو مثلا في المشاري فانا عارف ان هي الدقيقه 17 مش عارف ايه في البدايه. انما لو اي قارئ تاني بفضل، فهي دي انت هتوصل عشان توصل تاني تريكاب المعلومه لو هي بتسمعها صعبه، انما في الكتاب انت عارف صفحه كام. ايوه. بس فانا مع الكتب يا باشا. وبعدين شوية سمعت اكتر من حد كان بيتكلم عن الاستخدام اكتر من حاسة، يعني حاسة اللمس وحاسة العين، النظر والسمع، وانك تقرأ بصوت اصلا. مظبوط. مظبوط، ده بيثبت المعلومه اكتر. مظبوط. فسامعني تمام. اه اه سامعك تمام. اه تمام. انا اتبسطت جدا، اتبسطت جدا حلقه، يعني اسال الله ان ينفع بيها يا رب، الله يعزك. وربنا يستخدمك ولا يستبدلك. انا عندي حاجات كتير عايز اسالها لسه تاني، بس انا حاسس ان احنا يعني اللي هو احنا لو قعدنا كده ممكن نقعد 6 ساعات اللي هو مش هنخلص. يا عم انت هنقعد قعده يعني تانية، اتبسطت يلا جدا، بينا. اتمنى تكون انت كمان. لو ناس يلا، انبسطت يلا وبتاع، بينا، يلا نقعد يلا تاني. بينا. والمره الجايه عايزين نتكلم عن الاي اي، عايزين نتكلم عن الاي اي جدا بقى، ماشي. والاي اي من منظور البيزنس اونر، مش من منظور الاي اي يعني ممكن اكسبرت، لا انا من منظور بتاعي انا كبزنس اونر. ازاي استخدم الاي اي، ازاي افهم الاي اي، يعني ايه اي اي اصلا، عشان الموضوع شويه برضو زيه زي البرفورمانس فيديو باين كده، في شويه اساطير عايزين نهد الاساطير ونتكلم، انا مش يعني نقول عارف الكلام مش عارف انت الحقيقي. جايب الثقه دي منين في حته الاي اي معايا، بس يعني خليني اقترح عليك حاجه. خلي الناس قول. تقترح توبكس معينه، وممكن نطلع مثلا كل فتره لو انت نخش نرد على توبكس دي في يلا بودكاست. مستنيين الناس بقى في الكومنتات تكتب لنا، اوكي تمام اتفقنا. تمام. بس انا حاسس ان احنا ممكن يعني، انا دردشت معاك في الموضوع شويه، فعندك شويه حاجات ممكن تضيفها للناس، خلي الناس على الله تنتفع بده، والله، ما على الله والله. تخبيش، ما تخبيش العلم لو سمحت. ما تخافيش يا عم. بس ما ربنا ينفعش ينفع ما بيك يا ينفعش رب تقول ان انت يستخدمك عندك ويستفيد. العلم وانت لسه بتتعلم، يعني فاهم. بص اقول لك على حاجه، احنا دايما بنتكلم عن يعني عن حد لسه بيتعلم المعلومه من الاول، كي جي 1 وكي جي 2، فانت عندك المعلومات كتير قوي كي جي 1 الله يعزك، الله يعزك، انت شرف ليا. وكي جي 2. فاحنا يعني انا مش بتكلم على حد، احنا مش بنتكلم على حد عنده هو اصلا اكسبرت في الموضوع او عنده معلومات كويسه جدا فانت بتضيف له اكتر. لا انت ما شاء الله برضه عندك يعني الله قدر من يعزك. العلم الكافي في الموضوع. الله يعزك. ولكن احنا عايزين نتكلم على فكره هي اوتلاينز اكتر منها هنخش في الاي اي نفسه. بس هي في الاوتوميشن عامه، وفكره الاوتوميشن اصلا وازاي تستخدمه مهم جدا يعني. فاهم انا حاسس ان قصدك، هو يلا هيبقى بينا اضافه والله. كويسه. وبرضه لو حد عنده اي اقتراح لتوبيك نتكلم فيه المره الجايه يكتبوا لنا في الكومنتس ان شاء الله، ونحاول نرتب ده مع بعض. خلاص على خيرة الله، محمود تمام. اتبسطت جدا. انا اللي مبسوط جدا والله يا عمر، شكرا والله على الفرصة الحلوة دي. حبيبي، الله يعزك، تسلم يا عمر. حبيبي يا محمود، ربنا يخليك. الله يخليك يا حبيبي. اتشرفت بيك. وانا اكتر والله، الله يعزك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم.